صلوا على النبي يا شباب. ان شاء الله هنحل في الفيديو دوت امتحان الثانويه الازهريه اللي هو الاسترشاد اللي نزل 2026. ان شاء الله الامتحان يعني مستوى متوسط، مش صعب قوي يعني، لا اللي هو لا متوسط لا سهل قوي ولا صعب قوي. تمام، فان شاء الله هنحله مع بعض. عايز افكركم بس ان احنا بدانا مراجعه نهائيه بنحل فيها كتاب الطيب وكتاب المرشد على المنصه ان شاء الله، وبنشرح شرح كامل للباب. يعني المراجعه كافيه ليك لو انت مش مظبط الكيمياء خلاص، وفي جدول زمني احنا ماشيين عليه يقدر يلم لك كل دوت باذن الله. لو محتاج اي تفاصيل ادخل على اول تعليق هتلاقي فيه لينك كده اعرف منه تفاصيل المراجعه ان شاء الله. تمام يا شباب، صلوا على النبي. اولا كده عندك الامتحان اهوت، بيقول لك اهوت ماده الكيمياء 2026 2025 2026. تمام، هنا اسمك والكلام دوت، وبيقول لك هنا الدرجه الكليه للامتحان 60 درجه، وزمن الامتحان بيبقى 3 ساعات، وعدد الاسئله طبعا انت المفروض عارف 5 اسئله، لكل سؤال 12 درجه، لكل جزئيه درجه واحده، يعني كل نقطه بدرجه. تمام، فانت تقدر تحسب يعني ايه الدرجات بتاعتك. تمام، المهم صلى على النبي. بيقول لك بقى عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد. اول سؤال معانا بيقول لك ايه؟ اول حاجه تخير الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه لكل عباره مما يلي. افضل هذه الطرق للحصول على الاسيتالدهايد. تمام، صلوا على النبي يا شباب. عندنا الاسيتالدهايد يا شباب، احنا كنا رمزه ايه الاول رمزه CH3CHO. تمام، واللي كان بيميزه هي المجموعه دي اللي هي CHO. تمام، فانت تركز كده. يعني مثلا اسيتالدهايد عارف عامل زي حمض الاسيتيك، والتسميه دي كانت تسميه شائعه. يعني اسيتالدهايد دي كانت تسميه ايه؟ شائعه مش ايوباك، يعني دي تسميته شائعه مش ايوباك. خلاص تمام، تسميته شائعه. فالمفروض دلوقتي هو اصلا ايه اسمه الايوباك؟ اللي اسمه ايثانال. اسمه ايه؟ ايثانال. تمام يا شباب، يبقى ليه اسمه ايثانال؟ عشان هو في قلبه كام كربونه؟ 1 وادي 2. خلاص صلى على النبي. فبالتالي هو دلوقتي بالنسبه لك هو ايه؟ يسي اسيتالدهايد، وله اسم تاني اسمه ايثانال اللي بيميزه CHO. تمام، في الحل بتاعي وانا بحل انا مش هحل لك الاسئله، لا انا هحاول ان انا بقدر الامكان ان انا راجع لك على المنهج كله خلاص، بحيث ان انت تستفيد من السؤال وتستفيد الجزئيه بتاعته كلها. اولا كده عندك هنا اكسده، اول اختيار بيقول لك ايه بقى؟ اكسده الايثانول. اكسده ايه؟ الايثانول يا شباب كان بيتاكسد ويروح مديك ايه؟ C2H5OH. تمام، كان بيتاكسد يروح مديك الدهيد خلاص، وبيتاكسد تاني يروح مديك حمض. كان بيحصل له اكسده تامه. خلاص تمام. طيب يعني هو يقدر يديك ايه؟ يديك الدهيد، يعني اكسده الايثانول دي صح، يعني اكسده الايثانول دي صحيحه. طيب اختزال حمض الخليك، حمض الخليك برضو كان نفس الكلام، كان بيجي لما تختز له CH3COOH. تمام، لما تختزه يروح مديك الدهيد برضو. تمام، الالدهيد دوت فين؟ طب انا هعرف منين يا مستر؟ خلي بالك، اختزال الحمض الخليكي يديك الدهيد دي مش موجوده عندنا في المنهج، ولكن انت لو اختزلته يديك فعلا الدهيد. ليه؟ باعتبار ان انت كان معاك كحول، تقوم مأكسده يروح مديك الدهيد، تقوم مأكسده تاني يروح مديك حمض، فبالتالي خلي بالك دي كده اكسده واكسده. الاكسده دي طلعت لك الدهيد، والاكسده دي طلعت لك حمض. طب انت لو اختزلت ده ما اكيد هيديك الدهيد. سهله ولا لا؟ سهله ان شاء الله. يبقى اختزال الحمض الخليكي ينفع برضه، يعني دي تنفع. تمام، ولكنها مش موجوده عندنا في المنهج، وخلي بالك هي صعبه. ماشي، طيب الهيدره الحفزيه اللي موجوده عندنا في المنهج في اختزال حمض الخليك دي بيروح مديك كحول. تمام، بس اختزال الحمض الخليكي يديك الدهيد تمام تنفع برضه. الهيدره الحفزيه للاسيتيلين، وهي دي الاساس اصلا اللي احنا كنا شغالين عليه. موجوده فين في الكتاب اصلا؟ تعالى كده ما اوريكم. صلوا على النبي. نفر في الكتاب كده في العضويه ونجيب درس الالقاينات. درس الالقاينات عندك اهوت، اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت فتحت الجزء بتاع الهيدره الحفزيه للالقاينات، بص لو ركزت كده بيقول لك اضافه الماء الهيدره الحفزيه. عندك الايثاين او الاسيتيلين لما كنت بتعمل له هيدره حفزيه كان بيطلع لك ايه؟ ايثانال او اسيتالدهايد. يعني بص دي كده، يبقى اذا الطريقه دي كانت بتطلع لك ايه؟ ايثانال مره واحده. طب هل جميع ما سبق؟ لا مش هنختارها. ليه بقى؟ لان هو قال لك هنا افضل طريقه. افضل ايه؟ افضل طريقه. اكسده الايثانول يا شباب لما مش هي الطريقه الافضل خلاص. الطريقه الافضل اللي بتطلعه لك على طول مره واحده اللي هي مين؟ الهيدره الحفزيه للاسيتيلين. ليه؟ لان انت اكسده الايثانول ممكن تطلع لك حمض، فبالتالي مش افضل طريقه. انت كل ما تاكسد انت برضو بتبقى عندك ليميت معين، انت لو اكسدت بتبقى حذر في الاكسجين بتاعك خلاص. فعشان ايه؟ عشان انت وانت بتاكسد الكحول بيروح مطلع لك الدهيد. طب لو حطيت كميه اكسجين زياده هيروح مطلع لك حمض. فهمت؟ فبالتالي دي ما تنفعنيش.
اختزال حمض الخليج، اختزال حمض الخليج بيديك كحول، ما بيديكش ايه؟ الدهيد زي ما احنا خدنا في المنهج، فبالتالي ما تنفعش، جميع مسابقات ما تنفعش، يبقى اذا الاجابه رقم ج. خلاص، حاولت افسر لك السؤال على قد ما اقدر. يبقى تاني، افضل هذه الطرق للحصول على اسيتالدهيد هي الهيدره الحفظيه للاسيتيلين، ولازم تبقى حافظها. وخلي بالك النقطه دهيت في قلب الامتحان اساسي، لازم تيجي. تمام؟ النقطه اللي قدامك دي كده اللي هي الهيدره الحفظيه للاسيتيلين، دي من اساسيات اي امتحان اصلا. ماشي؟ فلازم تكون فاهمها كويس. طيب رقم 2 يا شباب، صلوا على النبي. عند امرار غاز H2S في محلول كبريتات النحاس 2، رمزه ايه ده بقى؟ رمزه CuSO4. خلاص، خدناه في الباب الثاني. بص بقى، CuSO4 تمام، اول ما تعدي عليه H2S خلاص تمررت عليه غاز اهو. طيب احنا كنا خدنا في المنهج ان هو لازم يبقى في وسط حامضي. طيب هو هنا ما كتبش في وسط حامضي، فبالتالي السؤال ده ممكن يعمل معاك لبس شويه، ان انت محتاج وسط حامضي وهو ما قالش كلمه وسط حامضي. بس في الحالتين ال H2S هيتفاعل. خلاص، CuSO4 ال Cu ياخد الاس والاتش ياخد الSO4 يطلع CuS بلس ال H2SO4. تمام؟ CuS دوت بالنسبه لك راسب ايه يا شباب؟ راسب اسود. راسب ايه؟ راسب اسود. خلاص، يبقى اذا يتكون راسب اسود. طيب هو المفروض دلوقتي لو باعتبار ان هو قصده ان هو انا ما قلتش وسط حامضي، يعني مثلا هو لو في تفكيره هو قال لك انا ما قلتش وسط حامضي، فبالتالي الاجابه هتبقى لا يتكون راسب. يعني هو ممكن يكون بيفكر كده، ولكن السؤال اللي احنا بنحله بناء على كتاب المدرسه ان هنا لازم يكون مكتوب ايه؟ وسط حامضي. تمام يا شباب؟ طب هو لو ما كتبش وسط حامضي عادي، الاجابه برضو يتكون راسب اسود. بس ممكن هو تفكيره، انا بقول لك تفكير اللي حط الامتحان ان هو بيقول ايه؟ لا يتكون راسب. ماشي؟ بس طبعا دي غلط ودي غلط ودي غلط. يبقى رقم الف صحيح ان شاء الله. طيب صلوا على النبي. عندك هنا في النظام المتزن التالي اللي قدامك ده كده، النظام اللي قدامك ده عندك هنا حمض الخليج حطيته في الميه، تأين لاسيتات وايون الهيدرونيوم. تمام؟ ماذا يحدث عند اضافه قطرات من حمض HCl الى هذا النظام؟ بص يا شباب، اول ما يقول لك كده السؤال اللي من النوعيه دي تحلش غير بالطريقه اللي انا بقولها لك دي. حط HCl تمام، وقوم مفككه. طبعا انت حطيته في ميه فبالتالي هيتفكك، حطيته في H2O هيتفكك ل H موجب زائد Cl ايه يا شباب؟ Cl سالب. تمام؟ طيب وتبدا تفكر بقى، تبص للنواتج مع بعض والمتفاعلات مع بعض. ازاي؟ انت عندك في النواتج في H، الاتش دي اصلا هياها H3O موجب، صح ولا لا؟ طيب فانت كده اكنك لما حطيت HCl زودت H3O موجب، صح؟ زودته. فهمت الفكره؟ فلما زاد طبقا لقاعده لو شاتيليه التفاعل يمشي في الاتجاه ايه؟ المعاكس، صح ولا لا؟ التفاعل يمشي كده، يمشي في الاتجاه العكسي، لان الكميات دي زادت. فبالتالي الاسيتات كميتها تقل والهيدرونيوم يرجع يقل. ما هو زاد بس بعد كده يقل، ودوت يزيد ودي تزيد. فهمت الفكره؟ فتعالى بقى نشوف التفاعل ينشط في انهي اتجاه. ينشط في اتجاه اليسار، صح؟ يبقى اليمين لا، ينشط في اتجاه ايه؟ في اتجاه اليسار. ويقل او يزداد ويقل، لا هو قال لك هنا يزداد ولا يقل تركيز، دي كده اسمها ايه؟ تركيز الاسيتات. هو التفاعل هيمشي كده، فبالتالي تركيز الاسيتات هيقل. خلاص، يبقى يقل. يبقى اذا رقم ب هي الاجابه الصحيحه. دي غلط ودي غلط، تمام، ودي غلط. طيب صلوا على النبي. عندك احد هذه التفاعلات لا يصلح لتحضير كبريتات حديد 2. يبقى التفاعلات اللي هو كاتبها لك دي لا تصلح لكبريتات حديد 2. بيقول لك بقى يعني كل دول بيطلعوا كبريتات حديد 2، في واحد فيهم بقى لا يصلح، اللي هو مين؟ صلى على النبي. المفروض انت تمشي وراها كل ايه؟ تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف. تعالى نكتبه كده. هو اصلا كبريتات حديد 2 ده رمزه ايه؟ اف ايه يا شباب؟ رمزه FeSO4. خلاص، كل التفاعلات اللي معانا دي هتطلع مين؟ هتطلع FeSO4 ما عدا واحد بس. تعالى بقى نمشي واحد واحد كده، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. طيب اولا كده تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف، تعالى نكتب التفاعل بتاعه اهو. طيب عندك هنا الحديد بلس H2SO4، وهنا نكتب سهم نكتب عليه ايه؟ دايل. تمام؟ الاف يحل محل الهيدروجين يطلع FeSO4 بلس الH2 يتصاعد. بس كده يا باشا. تمام؟ طلع معانا FeSO4. خلاص، ما هو دي معروفه لان هنا الحمض ايه يا شباب؟ دايل. ولو رجعت لها في الكتاب بتاع الوافي اهو، لو انت حتى بصيت لها في الباب الاول موجوده معاك فين اهو، عايزين نجيبها من الكتاب اهو. انت عندك الحديد اهو، اول ما يتفاعل فين ثواني، تفاعلات الحديد اهو لما يجي يتفاعل يا شباب اهو. بص انت عندك هنا حديد لما يتفاعل مع حمض بيطلع FeSO4 وبلس ايه؟ هيدروجين، بيطلع لك FeSO4. طيب تعال نبص هنا،
عندك هنا تفاعل حديد يعني دي تنفع. تفاعل اكسيد حديد 2 مع حمض كبريتيك مخفف. تعالى بص هوريها لك من الكتاب اهو. اكسيد حديد 2 افتح اكسيد حديد 2 اهو في اي او زائد اتش 2 اس او 4 دايل يروح مطلع لك اف اي اس او 4 اللي احنا عايزينها ومعاها ميه. خلاص يبقى تاني او ممكن اكتب لك المعادله برضو اف اي او زائد اتش 2 اس او 4 برضو نفس النظام هيروح مطلع لك ايه الاف اي. الاف ياخد الاس او 4 تمام والاتش ياخد الاو يطلع اف اي اس او 4 بس المره دي اتش 2 او تمام. طبعا عشان الحته هنا مزنقه شويه ممكن نفتح اي ايه ابلكيشن نقدر نكتب فيه درو نوت. ماشي افتح يا باشا افتح. ماشي طيب كنا بنحل هنا عضويه اوكي. طيب يبقى احنا كده اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نقدر نكتب اي تفاعل معانا. طيب عندك هنا بقى اقول لك اهو اف اس احنا قلنا ده اف اس 4 يبقى ده ينفع برضه وده ينفع وده ينفع. تعالى بقى تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس 2. تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس 2 تعالى نشوف نكتبها هنا. حديد مع كبريتات النحاس 2 بص الحديد اهو عايزين نظام شويه. حديد بلس سي يو اس او 4 كبريتات النحاس 2. طيب انت طبعا عارف بتبقى ان متسلسله الجهود الكهربيه او متسلسله النشاط ان الحديد انشط من النحاس فبالتالي الحديد يحل محل نحاس ويطلع اف اس او 4 بلس مين؟ بلس سي يو تمام يطلع راسب. ماشي اولا كده هنا طلع برضو اف اس او 4 خلاص بكبريتات حديد 2 يبقى اذا ديت تنفع تمام. يبقى رقم د هي دي بقى الاجابه. خلاص ما هو 13 طالما الثلاثه كلهم جابوا لك اف اس او 4 يبقى اذا ده ما يجيبش اس او 4 اف اس او 4. اكسيد حديد 3 مع حمض كبريتيك مركز. تعالى بقى نشوف التفاعل بتاعه في قلب الكتاب. بص اهو تعالى لما نشوف اكسيد حديد كام اهو اكسيد حديد 3 ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. اكسيد فين اين اكسيد حديد 3 مع حمض كبريتيك مركز اهو حديد 3 مع حمض كبريتيك مركز مطلع لك كبريتات حديد 3 اف اي 2 اس او 4 باي 3 مش كبريتات حديد 2. ها فهمت الفكره؟ فدي نقطه مهمه. طيب يا ريس يبقى اذا احنا اخترنا الاجابه مين؟ رقم د وهي دي الاجابه بتاعتنا تمام. صلوا على النبي. رقم 5 يمكننا التمييز بين الايثانول وحمض الايثانويك باستخدام ايه بقى؟ صلى على النبي. ايثانول ده يا شباب رمزه كده اهو ايثانول C2H5OH تمام. لازم تبقى عارف تعرف تكتب الرموز. وعندك هنا الحمض الايثانويك CH3COOH تمام قوي زي الفل. خلاص هنا ده في كربونتين بص كربونتين كربون اهي وكربون اهي وده في كربونتين اهم. خلاص وصلت ان شاء الله. طيب ده حمض وده كحول. اولا كده تعال نبص قال لك بقى ايه باستخدام تقدر تميز بينهم ازاي؟ بالصوديوم. ده الصوديوم دوت حبيب الملايين يتفاعل مع كله يعني ما تقدرش تميزه. يعني بص حتى لو فعلته مع الصوديوم هنا الصوديوم يحل محل الهيدروجين خلاص ويتصاعد غاز الهيدروجين اشتعل بفرقعه. طب هنا نفس النظام ما انت واخدها يا ابني في اول درس في كتاب الوافي ان هو الصوديوم يحل محل الهيدروجين مجموعه الهيدروكسيل تمام ويتصاعد غاز برضو الايه الهيدروجين. انا ممكن اطلع لك كل المعادلات دي من قلب الكتاب بس طبعا عشان نختصر في الوقت. البوتاسيوم برضو ما هو فلز نشط زي الصوديوم بنفس مجموعته حبيب الملايين يبقى ده ما يميزش وده ما يميزش يبقى بالتالي مش هنختاره. عايزين حاجه تميز كلها صحيحه غلط فبالتالي بيكربونات الصوديوم بالاستبعاد. طب بيكربونات الصوديوم ديت يا شباب عباره عن ايه؟ مش بيكربونات الصوديوم دي خدناها في الباب الثاني وخدناها برضو في العضويه انها بتكشف عن الاحماض يعني بتعمل فوران مع الاحماض وانت معاك حمض الاسيتيك اهو حمض الاسيتيك اهو يعني تعمل فوران هنا ما تعملش فوران هنا يعني تتفاعل هنا وما تتفاعلش هنا فبالتالي بيكربونات الصوديوم ديت تقدر تميز بينهم اللي هي رمزها NaHCO3. وصلت يا ريس؟ وصلت ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف. طيب في حاجات دي كده يا شباب معادلات يعني انا اقدر مش لازم اجيبها لك من الكتاب. في بقى حاجات ممكن اجيبها لك من الكتاب بقى ودي جايه من امتحان ثانويه عامه اهو قدامك اهو. بص كانت جايه قبل كده في امتحان ثانويه عامه بس بتبقى ايه بالمسائل فاهمني وهفهمها لك دلوقتي ازاي تتعامل معاها لو جات لك في نظام مساله. يعني ممكن يجي لك نفس السؤال دوت بس يجي لك في نظام مساله ازاي. بص بقى كثير من التفاعلات الكيميائيه تتضاعف سرعتها تقريبا اذا ارتفعت درجه الحراره بمقدار كام درجه مئويه محفوظه 10 درجات مئويه. طب دي جبناها منين؟ جبناها من الباب الثالث الدرس الكام؟ الدرس الثالث. ازاي؟ صلى على النبي اهو عندك افتح الباب الثالث درس العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي واللي عندها درجة الحرارة يا شباب. بص عندك النص اهو مكتوبة فين؟ بص كده
وقد وجد ان كثير من التفاعلات الكيميائيه، الدرس بص الدرس ايه الثالث، اثر درجه الحراره، وجد ان كثير من التفاعلات تتضاعف سرعته تقريبا اذا ارتفعت درجه الحراره بمقدار كم درجه مئويه؟ 10 درجات مئويه. شوف سبحان الله، جايب لك سطر اهو ماشي، كلمه اخر حته. طيب دي بقى جت في امتحان ثانويه عامه ازاي؟ تعالى اما نشوف مع بعض. صلى على النبي. بص يا ريس، يقوم جايب لك بقى، احنا قلنا يعني ايه اصلا الكلام دوت. بص التفاعل له سرعه، تمام؟ التفاعل له ايه؟ سرعه، وليكن سرعته 5. لما انت تسخن التفاعل وليكن رفعت درجه حرارته، درجه حراره التفاعل دلوقتي وليكن 20، عايز انت تسخنه توصله ل 30، كده انت رفعته بكام درجه؟ 10 درجات مئويه. هي كانت سرعته 5، تمام؟ فدلوقتي ايه اللي هيحصل لسرعته؟ تتضاعف، يعني سرعته هتبقى 10. فهمت؟ يعني مثلا بيجي لهم في قلب الكتاب كده يقول لهم ايه؟ سرعته وليكن يا عمي اللهم صل على سيدنا محمد، سرعه التفاعل وليكن مع 8 مثلا مول لكل ايه؟ لكل ثانيه، ماشي؟ ودرجه حراره التفاعل دلوقتي يعني دي ايه؟ دي السرعه ودرجه الحراره، ودرجه حرارته وليكن يا عم 30 درجه سلسية، ماشي؟ قال لك بقى احنا لو رفعنا درجه الحراره لحد كام؟ لحد اللهم صل على سيدنا محمد وليكن 60، ماشي؟ احنا كده رفعنا درجه الحراره لحد 60 درجه مئويه. كم تصبح سرعه التفاعل عند ال 60 دي؟ فكر، احنا قلنا السرعه بتتضاعف. يعني ايه بتتضاعف؟ صلى على النبي. ما هو من 30 لل 60 لو فكرت اللحظه هيبقى عباره عن ايه اصلا؟ ال 30 لل 60 دي بص يعني عباره عن 30 وانت وصلتها ل 40 ووصلتها بعد كده ل 50 ووصلتها بعد كده ل 60، ماشي؟ ما هو انت مشيها عشرات، 10 10 10 ليه بقى؟ وكل 10 مرحله جديده. يعني ايه؟ صلى على النبي. بص يا باشا، ايه القلم مش راضي يعمل ليه؟ ها، اول سرعه كانت كام؟ 8. انت هنا عند كام؟ عند ال 30. طيب انت رفعت درجه الحراره خليتها كام؟ 40. السرعه تتضاعف هتبقى 16، تمام؟ ابدا بقى مرحله جديده. ها، انت هنا وصلت سخنت لحد كام؟ 50. السرعه تتضاعف ضعف ال 16 32. ما تفضلش تقول لي ايه يا مستر تضاعف الثمانيه، ما تضاعفش الثمانيه، لا انت بتضاعف الثمانيه، وبعد ما ضاعفت الثمانيه بقت 16 ضاعف ال 16 كمان. فهمت؟ طب هنا 60، اللهم صل على سيدنا محمد، ها صلى على النبي. ال 60 سخنت لحد 60، ال 32 تبقى الضعف، تبقى كام؟ 64 مول لكل ثانيه. ماشي؟ دي نفس طريقه ايه؟ الحل. طب لو نفترض يا عم صعب السؤال خالص وجاب لك رموز. بص يا باشا صلى على النبي، جاب لك رموز كده، قال لك ايه؟ ده كانت السرعه اكس ودرجه الحراره 30 وسخنت لحد 60، الاكس دي تصبح كام اكس؟ ها، مش انت ما خلاص سهله، اكس هتبقى 2 اكس هنا، طب ضعف ال 2 اكس تبقى 4 اكس، طب ضعف ال 4 اكس هتبقى 8 اكس، ماشي؟ وصلت ان شاء الله. طب مثلا يقول لك ايه؟ اتضاعفت كام مره؟ يعني شوف السؤال بقى لما يصعبوا الدنيا خالص، اتضاعفت كام مره من 8 اكس؟ يعني وانت بص هو كانت اكس اتضاعفت كام مره؟ ضعفت 8 مرات. طب انت عرفت ال 8 مرات دي منين؟ خلي بالك في ارقام في قلب الكتاب بتبقى صعبه انت ما بتفهمهاش. اتضاعفت 8 مرات، طب عرفتها منين؟ قسمت النتيجه الاخيره على النتيجه الاولى، يعني قلت كده بص اسم 8 اكس على الاكس. وخلي بالك انا الارقام اللي حاططها سهله فانت ممكن تقدر تستوعبها، لكن في الكتاب او الامتحان لما يجي لك سؤال هيجيب لك ارقام رخمه، فانت لازم القاعده ثابته ان انت تقسم اخر مرحله على اللهم صل على سيدنا محمد على اول مرحله بس كده، او اول سرعه اخر سرعه على اول سرعه عشان تعرف اتضاعفت كم مره. ماشي؟ يقول لك ايه 8 مرات. ماشي يا ريس؟ وصلت ان شاء الله. يبقى اذا فرمنا السؤال ده بكل افكاره باذن الله. طيب تعال نبص هنا، صلى على النبي. بيقول لك هنا بقى ايه؟ اذا كانت دي كده سؤال عادي جدا، سؤال تطاير اهو. اذا كانت كتله عينه من اكسيد حديد 3 المتهدرج، رمزه ايه يا شباب ده؟ صلى على النبي اهو، Fe2O3 دوت، تمام؟ اكسيد حديد 3 متهدرج دوت H2O، ما نعرفش الاكس كام، ما نعرفش هنا، يعني ما نعرفش هنا عدد المولات هنا كام، اكس وخلاص. طيب كتلتها بالرقم اللي قدامك ده كده، يعني دي كتلتها كده، تمام؟ اهو ب1.870 جرام، سخنت تسخينا شديدا، سخنتها لحد ما قطعت قلبها. طب لما انت تسخنها ايه اللي يحصل؟ الميه ده ايه؟ هتطير، تمام؟ الى ان ثبتت كتلتها فوجدت انها 1.6 جرام. يعني بعد ما سخنتها والميه طارت بقت دي كده، بقت دي كده اللي الفاضله، صح؟ او لما تسخنها دي هتطير، تمام؟ فبالتالي اللي هيفضل مين؟ اللي هيفضل الجزء ده. تعال اهو
قال لك سخنت تسخينا شديدا. تعالى بقى يبقى افضل Fe2O3. ماشي. طيب ممكن نغير لونها، طيب نخليها بالاسمر اهو، تغيير اللون الاسمر ولا الازرق، اي حاجه، الازرق المهم بس يكون اللون ايه واضح شويه. طيب بعد كده نكمل بقى. بيقول لك هنا وجدت انها 61. احسب النسبه المئويه لماء التبلور. فهمت الفكره؟ يعني عايز النسبه المئويه لماء التبلور في العينه. دايما انا بقول لك ده سؤال سهل قوي، انا بقول لك دايما ابدا من الاخر. انت مش عارف تبدا منين، ابدا من الاخر. يعني ابدا من الاخر، صلى على النبي. هو عايز ايه؟ اسال نفسك كده، هو عايز ايه؟ وعايز النسبه المئويه لماء التبلور. ترزع القانون وتحل. ازاي؟ صلى على النبي. بص يا باشا، اول حاجه هنقول كده عشان هو طالب طلبين: النسبه المئويه لماء التبلور. تمام؟ ده عباره عن H2O خلاص ونسبه مئويه. طيب هو عباره عن ايه القانون؟ بص بقى، كتله الماء على كتله العينه، وتضرب في كام؟ وتضرب في 100. سهله ان شاء الله. طيب تدور بقى وتسال نفسك، انت تضرب في 100 اهو. كتله العينه الاصليه بكام؟ بالرقم ده 1.870. كتله الميه كام؟ هي دي اللي احنا مش عارفينها. طيب نجيبها منين يا شباب؟ نجيبها من النقطه اللي جايه دي. كتله الماء تساوي بطرح بقى كتله العينه اللي هي المتهدرته. يعني متهدرته يا شباب؟ معاها ميه. تمام؟ كتله العينه المتهدرته ناقص كتله العينه الثابته الغير متهدرته، يعني اللي من غير ميه. يعني دلوقتي هي في البدايه كانت معاها ميه، وانت سخنتها بقى ما معاهاش ميه، فكده الفرق، هي كده كانت تقيله نقصت، فبالتالي الفرق ده هو الميه. ماشي؟ من غير بقى كتابه كلام كتير، شيل بقى الكلام الرغي ده ملوش لازمه اصلا. اطرح يا باشا مين مين من مين. اطرح بقى عندك اهو، اطرح ده اهو، الرقم ده اهو من الرقم ده اللي هو 1.870 ماينس 1.6. تمام؟ بس كده. شوف النتيجه هتطلع معاك بكام على الاله. تعالوا نحسبها على الاله. صلى على النبي. اهو كسر اهوت 1.870 ماينس 1.6 على اللهم صل على سيدنا محمد، على كام؟ على على 1.870 وتضرب في كام؟ في 100. بس سهل. النسبة المئوية اللهم صل على سيدنا محمد كده، النسبة المئوية طلعت بكام؟ النسبة المئوية طلعت ب14.14 برضو. وهنا نكتب النسبة المئوية دي كده، النسبة 14 من 100. طيب سهلة ان شاء الله. طيب بعد كده بقول لك ايه؟ ثم اوجد عدد جزيئات ماء التبلور والصيغه الجزيئيه للاكسيد. ركز باشا الحته دي خطر. اوجد عدد جزيئات ماء التبلور يعني عايز عدد المولات. طيب يا شباب كان عندنا طريقتين، ان انت تحل بالجدول وان انت تحل بالمقص. طريقتين، تحل بجدول وتحل بايه؟ بمقص. سؤال برضه بسيط. طب هنشيل بقى دوت. طبعا احنا عرفنا كتله الميه خلاص، نشيل كل ده. ركز بقى معايا. هو دلوقتي عايز ايه؟ عايز اوجد عدد جزيئات ماء التبلور. كنا بنعمل ايه يا شباب؟ انت عندك اهوت اللهم صل على سيدنا محمد، كنت بتقول Fe2O3 دوت XH2O. كنا بنعمل ايه؟ ناخد مقص من مين ومين؟ بين الجزء ده مع الجزء ده. تمام؟ يعني كده تقول كده Fe2O3 سهم اهوت XH2O، وكنا بنرسم سهمين كده خلاص، ونحط هنا بنحط هنا ايه؟ نحط هنا كتلة الماء، كتلة المعطيات. يعني المعطى هنا، نحط هنا المعطى، ومن هنا احط هنا كتلة مولية، احط هنا كتلة مولية كانت ثابتة اهي. طيب الكتلة المولية بتاعت ده بكام؟ تعال نشوفها كده. اللي قدامك ده كده هنقول كده Fe2O3 سهم اهو XH2O، وسهم اهوت وسهم اهو. اولا كده صلى على النبي، Fe2O3 تعالى نجيب كتلته المولية ده 2 في 56 اهو، 56 بلس 3 في 16. وعندك هنا ده عبارة عن المية اصلا كتلتها ب 18 يبقى 18 اكس. وهنا كتلة المية بكام؟ هقول لك كتلة المية بكام. كتلة الاول بس المركب ده اهو، المركب ده يا شباب ده مش متهدرت. ركز، فانت ركز لما تيجي تحط كتلته اللي هي المعطى، حط كتلته اللي هي كام؟ 1.6 اهي 1
6 اهو 1.6 جرام. تمام. هنا يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد نحط ايه كتله الميه بقى، المعطى ده اللي هو كتله الميه. كتله الميه اللي هي كانت ناتج الطرح ب 1.8 و87 ماينس 1 و6. تعالوا كده نحسبها اهي. كانت بكام؟ 1.870 ماينس 1.60. تمام. كانت طلع ب 27 من 100 بس كده. 27 من 100 جرام. تمام. فتروح حاطط هنا 27 من 100 ايه جرام. كلام سليم وزي الفل. تيجي بقى انت تقول الاكس دي، اللهم صل على سيدنا محمد. الاكس تجيبها ازاي؟ تضرب بقى الرقمين في بعض على مضروب في اكس، يعني الرقم ده في الرقم ده على مضروبين في اكس، اللي هو ده في ده يعني مقصات. تعالى بقى نحسب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي هو هتبقى 0.27 في، نفتح قوس بقى عشان نكتب الرقم ده، 2 في 5 زائد 3 في 16 قوس كده اقفله، على 1.6 في 18. طيب كده ايه خلصنا ولا لأ؟ المفروض يطلع نتيجة بقى، ها ولا ايه؟ صدق انا نسيت كتبت حاجة غلط هنا. عبارة عن 3 في 16. ايوه 1.5. يبقى الاكس يا شباب 1 وكام؟ 1.5 مول. تمام. بس كده يبقى الاكس اللي قدامك دي 1.5 مول. تعالى بقى نكتب رمز المركب. نشيل بقى كل الكلام دوت، نكتب رمز المركب. يعني الاكس طلعت معانا بكام؟ بواحد وايه؟ 1.5. يعني دي كده الاكس اهي. تمام. طيب يعني المفروض تكتب رمزه بقى، بقول لك ايه؟ والصيغه الجزيئيه للاكسيد تكتبها ازاي؟ Fe2O3 دوت 1.5 H2O. ممكن بقى واحد ذكي يقول لي ايه يا مستر ده ايه ده الواحد ونص دي ما ينفعش نكتبها يا مستر، احنا نعملها زي ما كانت موجوده في الكتاب، نعملها كده 2 Fe2O3 دوت 3 H2O. هيقول لك غلط. تمام. لان هو موجود عنده في قلب الاجابات دي. خلاص لازم تكتب الشكل ده، ما ينفعش تكتب الشكل، ما تضيفش من عندك، طالما زي ما جبتها حطها. خلاص. صلى على النبي. رقم ج بيقول لك بقى 3 مركبات A و B و C تحتوي على مجموعه OH. تمام. في قلبهم مجموعه هيدروكسيل يتفاعل مع الصوديوم ولا يتفاعل مع هيدروكسيد مين؟ الصوديوم. دوت مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. دوت اللهم صل على سيدنا محمد. ده كحول، ما بيتفاعلش مع هيدروكسيد الصوديوم، ده كحول. يتفاعل مع كل من الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم. الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم دوت يا شباب فينول. خلاص. الفينول هو اللي بيتفاعل مع الصوديوم وهيدروكسيد ايه؟ الصوديوم. يعطي محلوله مع احد محاليل املاح حديد 3 راسب بني محمر. بص السي يعطي محلوله مع احد محاليل املاح حديد 3 راسب بني ايه؟ محمر. مين ده بقى؟ صلى على النبي. مع احد املاح حديد 3 اللي هو رمزه ايه؟ FeCl3 ده مثلا. مين اللي بيطلع راسب بني محمر؟ راسب بني محمر احنا خدناها في المنهج في الباب الثاني مع NaOH او NH4OH. تمام. يعني ما هو كان عندك كاشف تاكيدي وكاشف اساسي زي ما احنا خدنا في المراجعه. تمام. طيب وقلنا يتفاعلوا مع الصوديوم يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم برضه، عشان برضه تبقوا فاهمين انا جبتها منين الحته دي. انا هعرف منين برضه؟ ما انت برضه لو مذاكر كويس العضويه. بص يا باشا صلى على النبي. عندك هنا الجزء بتاع الكحولات هو الفينولات. عندك كده الدرس بتاع الفينولات عندك في كتاب الوافي هوت. ثانية هجيبها لكم حالا. الفينولات. بص لو جيت تبص على المقارنة، بص لو انت بصيت على الجدول بتاع المقارنة، بص مقارنة بين الكحولات والفينولات. بص لما لاحظ التفاعل مع الصوديوم ماشي، الكحولات تتفاعل لكن مع NaOH لا تتفاعل. تمام. يعني بالكحولات تتفاعل مع الصوديوم ولا تتفاعل مع NaOH، لكن هنا الفينولات بيتفاعل مع كله، بيتفاعل مع الصوديوم وبيتفاعل مع NaOH. خلاص عشان عنده صفة حمضية يعني. طيب يعني الموضوع مش صعب. اكتب بقى اسماء المركبات الثلاثة السابقة. ايوه هو خلاص اكتب اسمائهم دي. احنا قلنا كحول مثلا يعني 3 مركبات تحتوي على OH ماشي. ممكن تكتب له ايه؟ كحول. خلاص. ممكن مثلا تكتب له فينول. خلاص. وهيدروكسيد مين؟ الصوديوم. خلاص. يعني انت مثلا ممكن تقول له فينول وتحط الفينول ده اصلا ده اسمه مركب اللي هو الفينول عادي. الكحول مثلا ممكن تقول له مثال
مثال على الكحول مثلا، مثال على الكحول مثلا كحول ايثيلي مثلا، عادي بصراحة براحتك يعني فاهم. طيب من المركب ايه كيف تحصل على مركب ذي رائحة نفاذة؟ بيقول لك من المركب ايه كيف تحصل على مركب ايه ذي رائحة نفاذة. طيب صلى على النبي، المركب اللي ذي رائحة نفاذة دوت مين يا شباب؟ دوت حمض الاسيتيك. ما انت فكر كده، الايه دوت احنا عارفين انها كحول، فهو عايز من كحول تجيب مركب له ريحة ايه؟ له رائحة نفاذة. طب هو انت كده ما هو مركب عضوي هتجيب منه ايه؟ مركب عضوي صح؟ سهل. المركب العضوي الوحيد اللي احنا عرفنا انه ريحته نفاذه اللي هو الحمض الخليك او الاسيتيك، هو ده اللي انت تقدر تجيبه من الكحول اللي هو الايثيلي مثلا يعني. لا ليه؟ لا انت عارف الخل يا ابني ريحته نفاذه، الخل صح. طب مثلا انا ما اعرفش الكلام دوت اجيبها منين يعني؟ ما موجوده في الكتاب يا ابني، بس هي مشكله بين السطور يعني. دي بصراحه شفت، عشان كده اقول لك العضويه ذاكرها كويس، او يعني خليك برضو مركز في التفاصيل بتاعتها. مثلا لو دخلنا على درس الاحماض مثلا ايه، انت عندك اللهم صل على سيدنا محمد اهو، فين حمض الاسيتيك؟ اين الحمض الاسيتيك والوصف بتاعه؟ حمض الاسيتيك بص، اللهم صل على سيدنا محمد، كانت بص عندك هنا بص كده، هو حمض الاسيتيك النقي 100% نفاذ الرائحه. بص جاينا في كده نفاذ الرائحه خلاص، فتركز بقى في النقطه دي تمام. نفاذ الرائحه. المهم يعني يبقى اذا ممكن تقول بقى C2 مركب كيف تحصل على مركب ذي رائحه نفاذه. هو المفروض نكتب معادلات ولا قال ايه؟ وقال اكتب معادلات؟ ما قالش كيف تحصل على مركب ذي رائحه نفاذه. نكتب له معادلات طيب ولا نكتب له ايه؟ مش عارف الصراحه. ممكن ايه كيف تحصل على مركب ذي رائحه نفاذه؟ احنا ممكن عن طريق مثلا ممكن نقول بص، انت لو ممكن يعني انت تنقل له المعادله ده اهي، انقل له المعادله بتاعه اكسده الكحولات. بص اللهم صل على سيدنا محمد، عندك الدرس بتاع الكحولات اهو، كحولات اكسده بقول لك عندك اهو كحول ايثيلي. بص هتكتب له المعادله دي كده، ان انت معاك كحول ايثيلي تمام اهو، اعمل له اكسده. طبعا ما تكتبش النقطه دي، انت طبعا اللي هتلاقيها في الكتاب كده خلاص، لا قول له كده من الجزء ده كده، بص ده اهو كده اعمل له اكسده. طبعا بص حاول تشيل الجزء ده كله، يا اما تكتب الجزء بتاع الالدهيد تمام وتكتب معاه ويروح مطلع لك حمض اسيتيك اللي هو الايه، الحمض الايثانويك اللي هو رائحته نفاذه خلاص. يبقى انت تكتب كده عن طريق الاكسده التامه يعني، من اول هنا كده يا شباب كان اسمها اكسده تامه. اكسده ايه؟ اكسده تامه بس كده. يبقى تكتب له C2H5 OH تمام، تعمل له ايه اكسده يروح مطلع لك CH3 COOH. طيب بس خلي بالك هو طبعا احنا ما نعرفش مين المركب، احنا بس بندي له مثال تمام. فبالتالي تقول له ذي رائحه نفاذه مثلا. هو طبيعي اصلا قال لك ان هو كده، ده تتوقعت ان هو الكحول الايثيلي اكيد ان هو يطلع حمض الايثانويك، وتقول له كده عن طريق الاكسده التامه. اكسده ايه؟ اكسده التامه بس كده، موضوع بسيط ان شاء الله. من المركب بي كيف تحصل على مركب يستخدم في علاج الحروق تمام. المركب بي اللي هو مين اصلا؟ مركب بي اللي هو ده تمام. مركب بي ده اللي هو الفينول. ترجع بقى تفكر في الفينول، ما انت المفروض تكون حافظ الايه المركبات اللي هي بتعالج الحروق. عندك كان حمض ايه بقى اللي هو في الفينولات؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كان هنا او بيستخدم في علاج الحروق حمض ايه؟ حمض البكريك خلاص. بص او يستخدم حمض البكريك في علاج الحروق. بص ليه بقى؟ حتى ممكن يجيب لك سؤال علل، لانها ماده مطهره ومخصصه انه يصبغ الجلد باللون الاصفر، يخلي طبقه صفراء كده على الجلد، ولا تسهل ازالته، ما تعرفش تشيله عشان يعني مثلا اي عوامل اي ميه اي كده، فبالتالي بيحافظ على الجلد ويبقى عده ايام الا تتجدد طبقه الجلد الخارجيه على البشره. بس الفينول اهو تروح عامل له نيتره بالاتش ان او 3 في وجود الاتش 2 سو 4 المركز، يقوم مطلع لك ايه بقى اهو ثلاثي نيترو فينول. ثلاثي نيترو ايه؟ فينول بس كده. يبقى هو دوت اللي بيستخدم في علاج ايه؟ في علاج الحروق. تكتب بقى اللي قدامك ده كده يعني، تكتب له المعادله دي، هتكتب له المعادله دي يا شباب، تقول له عن طريق النيتره دي، معادله اسمها معادله النيتره بس كده تمام. تروح حاططها هنا بس كده. طيب صلى على النبي. بقول لك بقى تعالى نفكر في السؤال اللي جاي كده، ده السؤال الثاني يا شباب. طيب تخير الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه لكل عباره. ناتج الهيدره الحفزيه للبروبين. صلى على النبي، احفظ دي عندك. اي القين تهيدره، اي القين تهيدره
يديك كيتون، ما عدا الايثاين يديك اسيتالدهايد او ايثانال. هي دي اللي احنا خدناها في المنهج، اللي هي الايثانال. يعني احنا خدنا في المنهج الايثانال، بس انت لازم تكون فاهم عشان خاطري. افهم ازاي احنا اصلا طلعنا المركب. يعني بص، البروباين صلوا على النبي رمزه يا شباب. بصوا كده، يعني اولا انا قلت لك هيديك ايه؟ كيتون. عايزين نحل السؤال بسرعه من غير تفاصيل. بص، بروباين هيروح مديك كيتون عشان انت تعمل له هيدره، هيروح مطلع لك بروبانون. كحول ثالثي لا غلط، ولا بروبانال ولا الف وب معا، يبقى اذا بروبانون وانت مغمض عينك، مش لازم تعمل المعادله خلاص. ولكن انا هفهمك عشان برضو لو تعرضت هو اصلا خلاص انت كده لخصت الفكره دي. بروباين، بيوتاين، بنتاين، هيطلع لك بنتانون، بيوتانون كده على طول، ما عدا الايثاين هو اللي بيطلع ايثانال اللي احنا لسه كنا شايفينها من شويه. بص، البروباين رمزه كده سي اتش 3، سي 3 روابط اهو، سي اتش، تروح معامله هيدره. هيدره دي بيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن انت بتضيف ماي اتش او اتش خلاص. طيب اتش او اتش، تعالى ناخدها دي بس فوق. لا ننسخها بقى. تمام. بص انت اللي بيحصل هنا، ال8 بيكسر رابطه، والاتش بتروح فين؟ تبقى نقاط ماركونيكوف بتروح هنا، والاو اتش بتروح هنا صح؟ فبالتالي بيطلع لك سي اتش 3 رابطه سي، هنا او اتش، وهنا رابطتين يا شباب سي اتش 2 بقى. فهمت؟ فاصبح بقى الكربونه اللي قدامك ده ايه؟ الكربونه اللي قدامك دي جنبها ايه؟ جنبها رابطه باي وفوقيها او اتش. ما تستحملش، فبالتالي يحصل بقى ايه؟ ري ارينجمنت او اعاده ترتيب. يبدا بقى ايه يا ريس صلى على النبي؟ يبدا بقى الاتش، شايف انت بص عايز اشيل دي كده، يبدا بقى الاتش دي، الاتش ده ايه؟ شايف انت الاتش دي تيجي هنا، تيجي عند الكربونه دي اللي هي الخضراء اللي قدامك دي كده. تمام. ويبدا بقى الرابطه ده ايه؟ اللي هي باي، تيجي هنا، يطلع بقى شكله عامل ازاي؟ صلى على النبي. شيل كده كده، وبدل ما تبقى اتش 2 تبقى اتش ايه؟ تبقى اتش 3، وهنا تبدا دي تيجي بالشكل ده كده خلاص. يبقى المركب اللي قدامك ده كده اسمه ايه؟ اسمه بروبانون. اسمه ايه؟ اسمه بروبانون. بص، فهي كده انت بتروح للكربون، يعني الاتش بتروح للكربونه اللي مشتركه مع الكربونه في الرابطه باي. فهمت؟ بتروح لها عشان تخليها اتش 3 وبس كده خلاص. انت كده طلعت ايه؟ بروبانون. هي الطريقه دي اللي بتطلع بيها. تمام. صلى على النبي. عند اضافه محلول كلوريد الباريوم بي اي سي ال 2، ده موجود في الباب الثاني، بي اي سي ال 2، كلام سليم، الى محلول ملح مثلا مين يتكون رصب ابيض لا يذوب، بص لا يذوب في الاحماض. بي اي سي ال 2 كان بيكشف عن حاجتين، اس او 4 وبي اي لا وبي او 4. تمام. وبي او 4 يعني الكبريتات والفوسفات خلاص. ده بالباب الثاني. راسب ابيض ولا يذوب في الاحماض، سهله خالص اهي. او قلت لك اي لا يذوب طالما كلوريد باريوم وراسب ابيض، اول ما تسمع راسب ابيض على طول يعني خمن في الكبريتات. لا يذوب في الاحماض على طول دي وش ايه؟ كبريتات. نيترات لا، ولا الفوسفات يا شباب راسب ابيض بس بيذوب في الاحماض. تمام. الكبريتيد لا طبعا. ماشي. بقول لك بقى عند اضافه حمض اتش سي ال الى ملح بيكربونات الصوديوم، رمزه ايه يا شباب؟ ده رمزه ان ايه؟ اتش سي او 3، وتحط له ايه يا شباب؟ تحط له اتش سي ال. فان عدد مولات سي او 2 المتصاعد يكون ايه بقى؟ يكون ضعف ما يحدث في حاله اضافه الكربونات، ولا نصف ما يحدث في حاله اضافه الكربونات. هو بص بيقول لك اوزن المعادله من الاخر. بص يا باشا، تعالى كده نكتب التفاعليه. بص لو كتبت التفاعل يقول لك ايه؟ ان ايه؟ اتش سي او 3 بلس اتش سي ال. تمام. ومن الاجابات بيقول لك ضعف ما يحدث في اضافه الكربونات، يعني قصده كده ان ايه؟ 2 سي او 3 هو كمان هنكتب معادلته. تمام. صلوا على النبي يا شباب. مبدئيا كده قاعده ليك، طالما الانيون احادي حط هنا 1، طالما الانيون ثنائي حط هنا 2، عشان بس اسهل عليك. يبقى انت دي مش هتتغير، فدي ممكن تساعدك في وزن بره. تمام. طالما الانيون ثنائي. تمام. المهم فالان ايه هياخد السي ال، والان ياخد السي ال، والاتش ياخد السي او 3، والاتش ياخد دي. الان ياخد السي ال يطلع ان اي سي ال. طب الاتش لما ياخد السي او 3 اتش سي او 3 يطلع اتش 2 او وبلس سي او 2، لان انتوا عارفين ان هو ينحل. ونفس النظام هنا ان اي سي ال زائد اتش 2 او زائد سي او 2. فكر بقى، تعالى نوزن مع بعض. صلى الله على النبي. واحده واحده. اتش سي ال. اولا كده انت عندك صوديوميه
خرجت صوديومايه. عندك الهيدروجين كام؟ الهيدروجين 1 و2 اهو، خرج 2، يعني 1 1 يبقى 2 كده. طيب CO3 الكربون واحدة خرجت واحدة. الأكسجين يا شباب O3 خرج O وخرج O2 بس كده، يبقى المعادلة موزونة، يبقى 3 يبقى كده المعادلة موزونة. تمام، المعادلة كده موزونة. تعالى نبص اللي جاية دي بقى. عندك هنا كام اتش؟ اتشتين خرجت كام اتش؟ خرجت اتشتين. طب كام ان ايه؟ هي ان ايه دخلت 2 خرجت واحدة، يبقى تضرب هنا في 2. والسي ال كده كده دخل 2، فبالتالي بقت متوزعة هنا وهنا. تمام. الكربون اللهم صل على سيدنا محمد، الكربون هنا دخل بواحد خرج بواحد. طب الاكسجين دخل ب3 خرجت بواحدة اهي و2 اهي ب3. خلاص يبقى اذا الاثنين هو بيسأل عن ايه؟ عدد مولات CO2 المتصاعد يكون ايه؟ متساوي في الحالتين. متساوي، ماشي؟ بس كده. كمية الكهربية اللازمة، صلى على النبي، كمية الكهربية اللازمة هو بيسألك عن ايه؟ عن الكيو اللازمة لفصل 3 جرام من الألمنيوم بالتحليل الكهربي لمصهور البوكسايد. صلى على النبي يا شباب. اولا كده كميه الكهرباء دي اسهل سؤال ممكن يجي لك، بس طبعا محتاج فهم. يعني ايه؟ صلى على النبي. اولا كده هو بيسالك عن كميه ايه؟ الكهربيه، فانت هتاخد مولات. تمام، هتقارن مولات مع ايه؟ مع اللهم صل على سيدنا محمد، مع كميه. مولات مع ايه؟ مع كميه. صلى على النبي. اولا كده انت لازم، او ممكن تكون كتله مع كميه، او يعني بص ممكن تقول كتله او كتله مع كميه عادي، ولا ان هو مديك كتله. احنا طبعا كنا خدناها في قلب المراجعه، قلنا المقصات، يعني احنا المقصات حفظنا المقصات اللي ممكن تجي لك في قوانين فرضيه، مفيش غيرها. فانت عندك كتله، تحط كتله. بص بقى، انت عندك الومنيوم وايه وكيو، هتعمل مقص بينهم، بتعمل سهمين، ماشي؟ ركز بقى، هنا بيقول لك ان انا كتلتي الموليه كام؟ 27. هو ما قالهاش، بس هو المفروض انت تبقى عارف، انت طلعت ثانويه عامه. تمام، 27 يبقى اذا كتلته الموليه 27. وانت عارف ان الالومنيوم تكافؤه ثلاثي. الالومنيوم يا شباب تكافؤه ايه؟ ثلاثي. ما هو هنا الكترون والكترون والكترون، خلاص اعتبروا كوره كده، وكل كوره بواحد فراد، واحد فراد واحد فراد. احنا عارفين الالكترون واحد بواحد فراد، يبقى هو محتاج 3 فراد، يبقى الكتله الموليه بتاخد 3 فراد. الكتله الموليه بتاخد 3 فراد. طب لما تحط 3 جرام هتحتاج كام فراد؟ 3 جرام. ها بص بقى، 27 جرام بياخدوا 3 فراد، يبقى اذا اكس فراد. يبقى الاكس دي تتجاب ازاي؟ الاكس تساوي حاصل ضرب 3 في 3 على 27. تمام؟ 3 في 3 بكام؟ ب6. تعالى نحسبها. اللهم صل على سيدنا محمد. 3 في 3 على 27 اطلع بتلت يا شباب، اطلع تلت فراد. بس كده، يبقى اذا الاجابه رقم ب. سهله ان شاء الله. يبقى انت كده خدت مقص كتله مع كميه. افهم الله يرضى عليك. تمام، خلاص. والمقصات معروفه. تمام. صلى على النبي. رقم 5، خام من خامات الحديد اصفر اللون سهل الاختزال. يعني اصفر وسهل الايه؟ الاختزال. خلاص، ليمونايت. تمام، ليمونايت اللي كان شبه الليمون، فبتقول لك اصفر. تمام. لكن المجنيتايت اسود دوت رمادي مصفر، الهيماتايت احمر فمش هينفع، والمجنيتايت اسود، وهكذا. مجموعه الاو اتش في الكحولات يا شباب متأينه ولا غير متأينه؟ اولا كده يا شباب، يعني لو جبناها حتى بالبلدي كده، اللي هو او ومرتبطه باتش، يعني لا فلز ولا فلز، فبالتالي مش متأينه، مش ايونيه، ده رابطه تساهميه، فبالتالي هي غير متأينه. طب انا هعرف منين يا مستر ان هي متأينه؟ يعني متأينه يعني ايونيه ولا مش ايونيه؟ ما هو بص، احنا كنا واخدين في وصف الكحولات، قال لك اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، لو جيت تبص على درس الكحولات، كحولات، ها فين؟ اين انت يا كحولات؟ بقول لك كحولات، بص السطر اهو، الكتاب اللي فيه اهو، كحولات مواد متعادله عديمه اللون. مواد متعادله عديمه اللون، بس متعادله. يعني ايه متعادله؟ يعني ثانيه اهو، متعادله يعني ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني مش ايونيه بس، يعني متعادله، مش هنحطها بصفر. خلاص. متأينه، لا هي متأينه فعلا. لا ثانيه، احنا قلنا انا اتلخبطت هنا. بص، هي مش متأينه يا شباب، هي مش متأينه، فالمفروض نختار غير متأينه. خلاص. ليس لها نشاط كيميائي ولا لها نشاط كيميائي؟ غير متأينه ولها نشاط كيميائي. ده الاو اتش بتتفاعل مع، ده لها تفاعلات كتير قوي، بتعمل استر، وبتتفاعل مع الصوديوم، وبتتفاعل مع HCl برضه عادي. فهمت؟ يعني هي غير متأينه ولكن لها نشاط كيميائي.
تمام، مش ايونيه يعني. طب عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم NaCl يا شباب. يعني ايه محلول؟ امسك في الكلمه، قلت لك اهو لما نعمل تحليل لاي محلول معناه ميه. يعني بص تعمل كده NaCl ومعاه H2O، بتفكككم انت كده عشان تعرف تحل Na موجب وH موجب وCl سالب وOH ايه وOH سالب. قلنا كان بيحصل خناقه بين الهيدروجين وبين مين؟ ايه ده؟ اللون ده رخم ليه كده؟ تعالوا كده نغير اللون. بين الهيدروجين ومين؟ بين الهيدروجين والصوديوم. مين اللي بيروح؟ الاثنين دول بيروحوا للكاثود. وبين الانيون كلوريد والاو اتش كانوا برضو الاثنين بيروحوا لمين؟ بيروحوا للانود. وكان اللي بيكسب في هنا الكلور، وكان اللي بيكسب هنا الهيدروجين. هنا بيكسب اكسده، تمام، وهنا كان بيكسب في الاختزال، تمام. وقلنا عرفنا ليه هنا بيبقى الاعلى جهد اختزال هو الهيدروجين، اعلى جهد اختزال، تمام. لو جيت تبص تلاقيه صفر. والصوديوم لو جيت تبص على جهد اختزاله هتلاقيه سالب مش عارف 3 او سالب 2 وحاجه. والكلور طبعا كان اعلى، كنا احنا حافظين شويه ترتيبات، فاعلى في جهد الاكسده بقى، تمام. فبص تعالوا نفكر عشان شفت، بص حتى تلاقي في المعادله يقول لك ايه معادله. بص حطيت NaCl في الميه، عملت تحليل كهربي طلع NaOH. بص ما هو اصل انت بص Na بياخد ال NaOH بقى في الاخر، Na دي بتاخد ال OH ويطلع بقى Cl2 يتصاعد عند الانود وال H2 يتصاعد عند الكاثود. يتصاعد غاز زي الكلور اهو، والهيدروجين عند الاقطاب. ما اسم الغاز المتصاعد عند كل قطب؟ سهله ان شاء الله، موضوع بسيط. لو في فهم هتلاقي الدنيا سلسه. بص بقى، الغاز المتصاعد عند الاقطاب عند الانود هيبقى عندك كلور، وعند الكاثود يا باشا ايه؟ هيدروجين. باشا يا معلم هيدروجين بس كده. خلاص، ما اسم الغاز المتصاعد عند كل قطب. احسب حجم غاز الكلور المتصاعد ات STP عند مرور تيار شدته 2 امبير لمده 20 مينت بس كده. يقول لك احسب كميه غاز الكلور، حجم غاز الكلور المتصاعد. سهل. انت عايز تيار كهربي، بص بقى هو مديك ايه؟ تيار كهربي مديك، اللهم صل على سيدنا محمد، مديك تيار ومديك زمن. يبقى اذا هو اكنه مديك كميه كهربيه، مديك كيو. طيب يبقى احنا دلوقتي هناخد كيو، هناخد مقص من كيو مع ايه؟ مع الحجم. هناخد مقص ايه؟ كيو مع الحجم. طيب واحده واحده. كيو مع الحجم يعني ايه؟ بص يا باشا، عندك هنا الكيو تقول لك ايه بقى انت؟ كميه الكهربائيه، يعني كميه الكهربائيه. بص انت عندك انت الCl اهو. الCl بيحتاج كام فراد؟ 2Cl سالب 2Cl سالب بيطلع لك كام؟ بيطلع لك Cl2، تمام. حجم الغاز ده بقى، حجم الغاز ده اهو كام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الواحد مول منه بيبقى عباره عن 22.4. طيب هو عايز حجم غاز الكلور، يبقى عايز اكس لتر، ماشي. 2Cl سالب بقى، 2Cl سالب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان ال 2Cl سالب دول محتاجين 2 فراد. يعني ما هو 2 فراد، ما هو 2 مول اهو، نيجي 2 ايه؟ 2 فراد. طب هو احنا اصلا مش هنستخدم الفراد. احنا مش هنستخدم الفراد ليه؟ لان هو مديك بالامبير والمينت، فانت بقى هتحول لايه؟ تحول لكولوم. فانت بص الاثنين فراد دول لا هتلغيهم من عندك. 2 فراد يبقى دول 2، هتقول 2 في 9,6,500 وتحط كولوم. طب واللي هناك دي بقى ما هو اصلا انت عارف ان دول يدوك كيو، لان الكيو اصلا بتساوي شده التيار في الزمن. كيو بتساوي اي في تي اللي هو 2 في 20 في 60 عشان دي زمن عشان بالثواني. يبقى تقول كده 2 في 20 في 60. خلاص كده انت جبتها بالكولوم، تمام، عشان تحول للثواني. بس يا باشا الاكس تجيب لك ايه بقى؟ الاكس تبقى ده اكس 22.4 في 2 في 20 في 60 على 2 في 9,6,500. سهلة اهي، سهلة ان شاء الله. بص يا باشا عندك اهو 22.4 في 2 في 20 في 60 على 2 في 9,6,500، تمام. يطلع معاك بكام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يطلع معاك ب27 من 100، تمام. 27 من ايه؟ من 100. وتكتب في 27 من 100 ايه؟ لتر. خلاص انت كده جبت الحجم، خلاص بس كده. يبقى
تاني احنا عرفنا كميه الكهربيه. خلي بالك هو اصلا كان عندك هنا لو بصيت حتى انا ليه كتبت 2 سي ال، انت عندك اهو 2 سي ال اهو، 2 سي ال، 2 سي ال سالب، طلعوا لك ايه؟ طلعوا لك سي ال 2. وبعدين اصلا ما ينفعش تقول لي سي ال سالب تطلع لي سي ال 2. طب ازاي دي تيجي منين؟ تيجي منين بالله عليك؟ ماشي ما ينفعش. خلاص يبقى ما ينفعش سي ال سالب واحده، ايوه نطلع كده خلاص. طيب عشان كده انا كتبت 2 سي ال ايه؟ 2 سي ال سالب اللي قدامك دي. تمام؟ صلوا على النبي. خش على اللي بعده. خش على اللي بعده. بيقول لك قاعد ترتيب الخطوات التاليه للحصول على نيترو بنزين. تعالى نيترو بنزين، بص NO2 كده اهو. مبدئيا كده نيترو بنزين انت اخر خطوه نيتره، اخر خطوه اكيد نيتره، هو اسم ايه اهو نيترو بنزين من التولوين. طب انت عايز توصل نيترو بنزين هتوصل له ازاي الا عن طريق النيتره؟ فمبدئيا كده دي اخر خطوه، دي رقم، دي الاخيره. تمام؟ يبقى دي رقم 4. ماشي. من التولوين، التولوين ده رمزه ايه؟ CH3 حلقه بنزين اهي، عايزين نوصل منه لده. تمام. وقبل النيتره، قبل النيتره انت اكيد هيبقى معاك بنزين بس، فانت تفكر كده. صلوا على النبي. اكيد معاك بنزين بس، تعال نفكر. يعني انا افترض ان انا مش عارف حاجه يعني، فاهم؟ بس انت لو افترض انت عارف شويه معلومات، خلي بالك انا ممكن ارتبها في ثانيه، ولكن انا بتعامل اكن ان انت ايه، مش عارف، فاهم؟ تعال بقول لك ايه، تقطير جاف وجود الجير الصودي. طب التقطير الجاف ده انا خدتها مرتين، بس هنا المره دي فيها بنزين، خدتها مره كانت في الميثان، خدتها مره كانت مع بنزوات الصوديوم. طب ثانيه تعال نشوف كده. ما هو تقطير الجاف دي انا عارف انها بتطلع بنزين، ما هو التقطير جاف لبنزوات الصوديوم كانت بتطلع بنزين، يبقى اذا دي الخطوه اللي قبل النيتره، يبقى اذا دي 3. تمام؟ صلى على النبي. طب ثانيه قبل النيتره. طب عندك فاضل لك ايه؟ اكسده وتفاعل مع الصودا الكاوي، دول اللي ناقصين ليك، وانت معاك مين؟ تولوين. انت حافظ كل تفاعلات التولوين. تولوين، هل ممكن نعمل للتولوين تفاعل مع الصودا الكاويه اللي هي NaOH؟ ايه ده؟ اصلا التولوين مش هيتفاعل مع NaOH، هو اصلا مش حمض ولا يعني مش هيتفاعل. ممكن نعمل له اكسده، صح؟ 5 اكسيد الفانديوم ممكن نعمل له اكسده فعلا. فاكر انت الباب الاول لما اقول لك ايه؟ واستخدم 5 اكسيد الفانديوم عامل حفاز في تحضير حمض البنزويك من التولوين. يبقى اذا دي الخطوه اللي هتبقى الايه؟ هتبقى الاولى، صح؟ يعني ما هو دي الخطوه الاولى اهو، بص كده. يعني انت CH3 حلقه بنزين تقوم عامل له ايه؟ اكسده، هروح مطلع لك COOH. كنا احنا عارفين ان دي بتطلع كده اهو في وجود 5 اكسيد الفانديوم V2O5. ماشي يا شباب؟ صلوا على النبي. طيب يبقى يطلع لك حمض البنزويك. حمض البنزويك لو فعلته مع الصودا الكاوي NaOH يطلع COONA حلقه بنزين. تمام؟ فايه ده؟ صدق فعلا طلعت بنزوات الصوديوم تقدر تعمل لها انت تقطير جاف وتشيل السونه دي كنا بنسميها سونه. نشيلها بقى وتطلع لك بنزين، يطلع لك بنزين اهو. تمام. والبنزين ده تعمل له نيتره ب HNO3 في وجود ال H2SO4 طبعا. تمام. يقوم مطلع لك ايه بقى؟ نيترو يا شباب، ايه؟ نيترو بنزين. بس كده. يبقى اذا اول خطوه معاك هتبقى الاكسده، وخطوه رقم 2 هتبقى ايه؟ التفاعل مع الصودا الكاوي. يبقى تاني الترتيب هتبقى اول حاجه اكسده، تاني خطوه معاك هتبقى تفاعل مع محلول الصودا الكاويه. تمام. وعندك رقم 3 نيترة، وعندك رقم 4 اللهم صل، لا احنا قلنا 3 رقم 1. 3 تبقى تقطير جاف. تمام. وعندك رقم 4 تبقى تفاعل مع لا رقم 4 بقى تبقى اللي هو نيترة. تمام. معلش الواحد دماغه بتهيس. هو طبعا بيقول لك بقى اكتب المعادلات، صباح الفل، احنا هنكتب معادلات كتير قوي. بص بقى، اول خطوه يا ريس، اول خطوه اللي هي بتاعت ايه؟ احنا قلنا اول خطوه كانت ايه؟ الاكسده. خد بالك من قلب الكتاب برضه عشان تبقى انت الدنيا واضحه معاك، عشان انت برضه ممكن تكونش عارف هي موجوده فين. بص يا باشا، ما تفتح عندك صفحه ايه؟ التولوين بتاعت الاحماض، افتح درس الاحماض، كن مذاكر كويس. تعال نشوف الحمض بتاعنا هنا مين؟ حمض البنزويك. عايزين نوصل لحمض البنزويك، موجودة في الآخر. بص أهو، عندك هنا تحضير حمض البنزويك. أهو التولوين
تقوم حاطط 2 مول منه، خلاص طلع لك 2 مول هنا اهوت، 2 مول، 2 مول من التولوين طلعوا لك 2 مول حمض بنزويك. ماشي، حط معاها، هتأكسده بالاكسجين طبعا في وجود الخامس اكسيد الفانيوم وتسخن عند 400 درجه مئويه، يطلع لك الميه. دي اول خطوه، دي اول معادله. طب تاني معادله قال لك ايه؟ تاني معادله انت كده طلعت حمض بنزوي. تاني معادله تفاعل مع محلول الصودا الكاوي اهو، بعدها على طول تقوم ماسكه، تقوم ماسك حمض البنزوي نفس نفس الصفحه اللي بعدها على طول، حمض البنزوي تفاعل مع NaOH طلع لك بنزوات الصوديوم. تمام اهو، ان ايه اهو، الاتش بتروح تاخد الOH والان ايه بتخش مكانها، بس كده. طيب بعد كده نعمل لها ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل تقطير جاف. تقطير جاف لان انت بتشيل السونه. تقطير الجاف دي مين؟ في تحضيرات البنزين اهو. تحضيرات البنزين لو بصيت الدرس بتاع تحضيرات البنزين اهو، تحضير البنزين اهو، العطري في المختبر اهو، بنزوات الصوديوم تشيل السونه مع النو زي ما احنا كنا بنقول ويطلع لك بنزين وNA2CO3. دي خطوه رقم 3. اخر حاجه معانا ان انت تعمل نيتره. بس النيتره دي سهله جدا، انت تمسك تفاعلات البنزين تشوف فيها الحته بتاعت النيتره. الحته بتاعت النيتره فين اهو يا شباب؟ صلى الله على النبي، كنا احنا لسه شايفينها من شويه اهو، النيتره قدامك اهي. تمام، بنزين HNO3، خلي بالك ده عباره عن حمض النيتريك H2SO4 وتسخن 50 درجه مئويه يطلع لك نيترو بنزين وميه. تمام كده انت كتبت المعادلات بس كده. طيب صلى الله على النبي. السؤال الثالث، تخير الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه لكل عباره مما يلي. طيب اي من هذه المركبات هو الاعلى في درجه الغليان؟ صلى الله على النبي. كل ما انت كان في قلبك OH كل ما انت كنت درجه غليانك عاليه قوي، او كل ما انت كنت بتعمل روابط هيدروجينيه كتير كل ما انت درجه غليانك عاليه، صح؟ بص بقى، لو جيت تبص هنا في قلبه OH تمام، بس احنا عارفين ان ده كحول فكان بيعمل رابطه هيدروجينيه واحده، هيدروجينيه، خلاص شباب. لكن ده استر ما كانش فيه OH فبالتالي ما يعملش روابط هيدروجينيه. طب ده اصلا ما فيش فيه اصلا O مع H عشان ما ده ما يعملش رابط هيدروجيني. الحمض ده بقى، ده حمض، خلي بالك ده حمض اسيد، بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل رابطتين هيدروجينتين، يعمل رابطتين هيدروجينيتين، خدناها في ثانيه ثانوي. خلاص يبقى اذا هو دوت اعلى واحد في درجه الغليان عشان بيعمل رابطتين. كل ما يعمل روابط كل ما صعب انت تكسره، او مع التسخين ده انت بتكسر الروابط فبالتالي درجه الغليان بتعلى طبيعي جدا. تمام، يمكن تطبيق بقى، بص السؤال دوت برضو، او يمكن تطبيق قانون فعل الكتله على محلول الله. بص الاسئله كلها ايه يعني؟ رابطه. انا دلوقتي حتى انا حاسس كنت بحل عضويه فبالتالي السؤال دوت يعني انا حاسس ان انا اول مره نسينا اصلا الباب الثالث. المهم يعني قانون فعل الكتله بينطبق على الحاجات الضعيفه، يعني المحاليل الضعيفه يا شباب اللي هي ما توصلش التيار الكهربي بصوره قوي. كلوريد الصوديوم مثلا ده قوي، محلوله قوي، ما ينفعش، مش هينطبق عليه قانون فعل الكتله، يعني تم التأين. هيدروكسيد بوتاسيوم KOH برضه ده قلوي قوي، احنا عارفين مش هينطبق عليه. تمام، طب انا اعرفهم منين يا مستر؟ احفظهم بقى يا باشا من ايه؟ احفظهم من اللهم صل على سيدنا محمد، احفظهم من الدرس الرابع او الدرس الخامس في الباب الثالث، لو انت تحفظ المحاليل القويه وكده. حمض الهيدروكلوريك HCl لنفس النظام اهوت، برضه نفس الصفحه هتحفظه. حمض الهيدروسيانيك HCN، يبقى اذا هو دوت الضعيف، يبقى اذا هو دوت اللي احنا هنختاره. تمام يا شباب، السؤال ده موجود في كتاب اللي هو في شرح كمان، يعني اللي هو السؤال ده انا فاكر ان هو موجود في كتاب اللي هو في شرح. ماشي طيب صلى الله على النبي. للحصول على حمض الفورميك من الميثان، الحصول على حمض الفورميك من الميثان تتم العمليات التاليه بالتسلسل. فكر الله يرضى عليك. انت عايز تحصل على حمض، على حمض. فبص ركز في اخر خطوه، ركز في اخر خطوه. ماشي، وبعد كده هنركز في اول خطوه دايما كده عشان تعرف تحول. يقول لك عايز الحصول على كذا من كذا، لا ركز في اول خطوه وبعد كده ايه ارجع بص على اول خطوه. يعني ايه الكلام دوت؟ حمض الفورميك انت عارف ان الحمض بيجي منين؟ هل ممكن الحمض يجي من، بص دي اخر خطوه، دي اخر خطوه، دي اخر خطوه، دي اخر خطوه. هل ممكن الحمض يجي من التحلل المائي؟ لو انت مذاكر كويس هتعرف ان التحلل المائي ده بيطلع لك كحولات مش احماض. طب التعادل لا، برضه التعادل يطلع لك تعادل اللي هو انك تفاعل الحمض. التعادل اصلا عباره عن انك تفاعل حمض مع قاعده، فانت اصلا عايز تجيب حمض، فاهم؟ اللي هو التعادل ده بيقول لك انت معاك حمض، لا احنا لسه ما معناش الحمض. اكسده صح واكسده صح. طيب ميثان بقى، صلى على النبي. هل الميثان من الميثان بيرجع بوصف حمض الفورميك من الايه؟ من الميثان. هل تقدر تعمل للميثان هدرجه دي يا ابني اضافه، ما تعملش غير للالكين. يبقى اذا هدرجه دي ما تنفعش، يبقى اذا هلجنه تنفع للميثان فعلا. بعد كده تعمل تحلل مائي، بعد كده تعمل اكسده، صح تمام قوي زي الفل. ليه بقى؟ لان انت معاك CH4
في وجود اليو في تقوم عامل له هلجنه بالكلور، خلاص يقوم عامل ايه وتسخن بقى طبعا ل 400 درجه مئويه، يطلع معاك سي اتش 3 زائد اتش سي ال، طبعا سي اتش 3 سي ال. كده انت عملت هلجنه استبدلت هيدروجينه. تعمل تحلل مائي قلوي بالكي او اتش، تمام، يطلع لك سي اتش 3 او اتش، يطلع ميثانول. طب الميثانول ده لما تعمل له اكسده انت كده اول خطوه عملت هلجنه، ثاني خطوه عملت تحلل مائي، اخر خطوه عملت ايه؟ عملت اكسده طلع لك حمض الفورميك اتش سي او او اتش يا شباب. خلاص لازم تبقى فاهم كده. ميثانويك الميثانول يطلع ميثانويك، والايثانول يطلع ايثانويك، والبروبانول يطلع بروبانويك. احنا فاهمين الكلام دوت. خلاص طيب صلى على النبي. عندك رقم احنا قلنا خلاص دي ماشي، يبقى اذا رقم جدول لا صحيح. عند اضافه محلول اليود الى ملح ايه يزول لون اليود فيكون محلول الملح ايه هو مين؟ صلى على النبي. انت هنا السؤال دوت يحتمل اجابات كتير، يعني ايه؟ خلي بالك، ما هو مع الملح محلول اليود اي 2 الى الملح ايه يزول لون اليود. انت قلت لي ان لون اليود يزول، ده معناه ان حصل اكسده واختزال، حصل اكسده وايه واختزال، تمام. ما هو لون اليود اختفى فيكون محلول الملح ايه هو مين؟ ركز كده الله يرضى عليك. كبريتات كيتو الصفر، اولا كده الكبريتات ما بتتاكسدش فمش هنختارها، ما بتتاكسدش. طيب كبريتيد النحاس نفس النظام، مش هينفعنا، ما خدناش اصلا في المنهج ان انت تحط عليه اي 2. عندك بقى 2 ان ايه 2 اس 2 او 3، تمام، خدناها في قلب الدرس الاول. ونيتريت الصوديوم ان ايه ان او 2. لو السؤال علميا، يعني لو انت بتفكر علميا هتختار ايه؟ هتختار ب ودال عادي، لان دي بتتاكسد، نيتريت بيتاكسد والسيوكبريتات بايه؟ بيتاكسد. ولكن انت طبقا لكتاب المدرسه مش هتختار غير السيوكبريتات الصوديوم، لانها كانت بتطلع لك رباعي ثيونات مين؟ رباعي ثيونات الصوديوم، او لا هي بتطلع لك ايه؟ ثايوسيانات الصوديوم. ايوه بتطلع لك ثايوسيانات لا ثايوسيانات ايه؟ انا حصل لي دروب، انا نسيت اسم اصلا المركب. كان موجود في الباب الثاني، تمام. ثانية يا شباب ثانية نفتكر الزهايمر واحد ما. طيب بص بقى، عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، هتلاقي في التجربه بتاعت ايوه الثيوكبريتات. بص رباعي ثيونات، ايوه هو رباعي ثيونات الصوديوم ماشي. يبقى اذا اهو الاي 2 اهو ده مكان، هو دي الموجوده عندنا. خلاص طيب. طب لو كان ذكر كي منه 4 كنا نختار طبعا النيتريت ماشي. فانت تركز بس شبه كتاب المدرسه، خليك شبه كتاب المدرسه وانت هتعدي ان شاء الله. مش هتعدي هتجيب تقفل يعني باذن الله. المهم عنصر اكس يدخل كعامل حفاز في الحصول على النشادر. مين يا باشا في طريقه تبربش؟ ده الحديد، تمام. وعنصر واي يدخل في صناعه اطارات السيارات. مين ده يا باشا؟ ده الكربون، دوت الكربون. طب عرفته منين يا مستر؟ فاكر انت هقول لك في العضوي اطارات السيارات، لو انت عارف انت لما احنا حرقنا الميثان، بص لما احنا حرقنا الميثان اللهم صل على سيدنا محمد، ما احنا حرقنا الميثان، ارجع بقى انت لخطوات الميثان، لان صراحه هفضل ادور عليه، لا ارجع له يعني. خلاص وعند اتحاد العنصرين، اتحاد، شوف قال كلمه ايه؟ اتحاد، ده اللي كنت بركز عليه دايما في المراجعه، اقول لك اتحاد، يقول لك اتحاد. خلاص ان الحديد مع الكربون، كلمه اتحاد دي خلاص لخصت الدنيا كلها، ان هي تقول لك ان السبيكه دي بين فلزيه. بين في ايه؟ فلزيه. العنصرين كيميائيا، فان السبيكه تكون ايه بقى؟ تكون اسمها ديور الومين؟ لا، الديور الومين دي عباره عن الومنيوم ونيكل ونحاس. بينيه؟ لا، بينيه لو هو قال لك خلط. شفت بقى السبيكه دي ايه؟ لو هو قال لك خلط تبقى عباره عن حديد الصلب، حديد صلب، تمام. ما قالكش خلط، قال لك اتحاد. استبداليه؟ لا طبعا مستحيل، السيمنتايت هي الصح، او اسمها كربيد. اسمها ايه يا شباب؟ كربيد الحديد. كربيد ايه؟ كربيد الحديد. رمزها ايه حتى؟ اف اي 3 سي كان دي رمزها. فتركز برضه، ممكن يسالك 3 حاجات، السيمنتايت او كربيد الحديد او ممكن اف اي 3 سي. فانت ركز، ممكن يبقى لك في نفس الامتحان السنه دي يقول لك اف اي 3 سي، تمام. رمزها يعني تتم عمليه الاختزال في خليه الوقود لماده مين؟ صلى على النبي. طبعا دي احنا شرحنا على ده اللي هو اول حته قلناها في خليه الوقود دي. خليه الوقود ده عباره عن ايه؟ عباره عن H2 زائد O2 يطلع لك H2O.
هنا يا شباب شحنته صفر، هنا شحنته صفر، هنا موجب، هنا سالب، يعني ما الاكسجين سالب 2 ها. تمام. الهيدروجين طلع من كام لكام؟ من صفر لموجب 1 كده اكسده. والاكسجين من صفر سالب 2 يبقى كده حصل له اختزال. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز تتم عمليه الاختزال في خليه الوقود لماده مين؟ لماده الاوتو، لماده الاكسجين. تمام. صلوا على النبي. طيب بص بقى، احسب، تابع السؤال الثالث، احسب ثابت التأين. بص بقى اسئله الباب الايه؟ مسائل الباب التالي، قلت لك هحط لك في ورقه واحده وتجيب منها كل الاسئله ان شاء الله. ثابت التأين او ودرجه التأين، ثابت التأين ودرجه التأين لحمض الاسيتيك اذا علمت ان قيمه البي اتش له كام؟ ثابت التأين اللي هو عايز الكي اي. تمام. ومديك ايه؟ هو مديك بس حمض الاسيتيك تركيزه اهو سي اي دي كده 1 من 10 مولر، 1 من 10 مولر. تمام. والبي اتش له بكام؟ البي اتش يا شباب ب3. تمام. طب انت البي اتش دي بتستفاد منها ايه؟ ممكن تجيب تركيز البي، ممكن تجيب تركيز الاتش، صح؟ تجيب كده اتش موجب او اتش 3 او موجب، تقول 10 اس سالب 3. تمام. صلى على النبي. تعالى بقى لو بصينا كده في الكتاب نجيب القوانين، اوريك صفحه القوانين بقى. بص صفحه القوانين اللي احنا شرحناها في قلب الايه؟ المراجعه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. موجود عندك في كتاب الوافي. أين أنت يا أين أنت؟ بص يلا على النبي أهو. بص بقى أنت عندك كده مين؟ أهو. أنت عندك، أنت عايز، اللهم صل على سيدنا محمد، أنت عايز مين؟ أنت عايز الكي إيه؟ الكي إيه قانونها أهو. الكي إيه قانونها بص بالشكل ده اللي بيربط الكي إيه. أنت معاه إحنا بص شوف، أنت لو بصيت على بص ثواني. ايه ده؟ ايه اللي اشتغل؟ في حاجه اشتغلت. تمام. صلوا على النبي. اولا كده يا شباب بص بقى، لو انت بصيت على القانون اللي هو الكي اي، في قلبه كي اي، وهنا في قلبه سي اي اللي هي اصلا تركيز الحمض، وتركيز ايه؟ وتركيز الهيدروجين. يبقى المعطيات اللي معانا بص كي اي، هكتب لك القانون ده بيساوي اتش موجب اس 2 على السي اي. تمام. طب عوض كده، عوض. السي اي بكام؟ السي اي ب1 من 10. طب الهيدروجين تركيزه بكام؟ اهو، ما انا كتبت لك انا 10 اس سالب 3. طب انا جبته منين يا مستر؟ اهو بيساوي اتش 3 موجب بيساوي 10 اس سالب البي اتش، 10 اس سالب البي اتش. بس كده خلاص، سهله جدا والله. بص كده، انزل اهو، حط كده قوس 10 اس سالب 3 بين قوسين اس 2. تمام. وصلت ان شاء الله. يبقى اذا تطلع معاك الناتج. طيب هو عايز منك ايه بقى؟ درجه التأين. عايز منك الالفا. اهو. طيب بص بقى، الالفا اهو ثابت التأين. بص يا باشا اهو درجه التفكك يعني جذر كي اي على السي اي اهو. يبقى اذا جذر كي اي على السي اي هو ده القانون اللي معاك اهو. الفا تساوي جذر كي اي على السي اي. طيب مش احنا جبنا، اللهم صل على سيدنا محمد، الكي اي احنا جبنا الكي اي من شويه. المفروض بقى احنا طبعا بنحل صح واثقين من نفسنا، فبالتالي اهو تعالى نحسبها الاول. قوس 10 اس سالب 3 جوه قوس كده، حط اس 2 على 1 من 10. يطلع يا شباب كام؟ يطلع اللهم صل على سيدنا، عايزين نجيب بقى 10 اس سالب 5 دي عباره عن 10 اس سالب 5. يبقى الكي اي طلع ب10 اس سالب 10 اس سالب 5، وهنا 10 اس سالب 5 على السي اي بكام؟ ب1 من 10. بس تجيبها بقى انت، احسبها مع نفسك. جذر اهو، جذر كسر 10 اس سالب 5 على 1 من 10. تمام يا شباب. يطلع ب1 من 10. تمام. برضه يطلع ب1 من 10. سبحان الله. ماشي يعني. المهم خلاص كده احنا كده جبنا درجه ايه؟ التاني. بس سهله ان شاء الله، كلهم من نفس الصفحه، القوانين كلها من نفس الصفحه اللي انا قلت لك عليها. طيب عندك بقى، خش بقى عضويه تاني. عند الهيدره الحفزيه للمركب اكس يتكون مركب واي، وعند اكسده المركب واي يعني مركب واي ده بيتاكسد. فكر كده، هو دايما بيديك هنت بس انت مش واخد بالك. الهيدره الحفزيه للمركب اكس تكون مركب واي، عند اكسده المركب واي يتكون مركب زد. ماشي. يبقى اكس هيدره. تمام. فيديك ايه؟ يديك واي، والواي تعمل له اكسده يروح مديك مين؟ يروح مديك زد.
وعند الهيدرة حفظية المركب ايه؟ ماشي، نعمل له هيدرة يتكون مركب بي، وعند تفاعل بي مع زد، يعني بي ده اهو هيتفاعل مع زد ده، ماشي، يتكون ايثانوات الايثايل. يتكون ايثانوات ايه؟ الايثايل. صلى على النبي. يعني انت ده اهو، ده اهو اللهم صل على سيدنا محمد، يتفاعل مع مين؟ مع زد، فطلع لك ايثانوات الايثايل. ده سؤال محتاج واحد مذاكر الصراحه، سؤال ربط يعني ايه، تقيل. طب واحده واحده نفكر مع بعض. ايثانوات الايثايل يا شباب رمزها ايه الاول؟ نكتب كده، مش احنا بنرسم سي او او، كنا بنكسر هنا كده ونقول ايه ايثانوات، يعني هنا نحط كربونه كمان يبقى سي اتش 3 سي او او، سي ايثايل يبقى سي 2 اتش كام؟ اتش 5. طيب احنا عارفين ان الجزء ده يا شباب كان بيجي منين؟ كان بيجي من اللهم صل على سيدنا محمد، كان بيجي من الحمض، والجزء ده كان بيجي منين؟ من الكحول. فمبدئيا كده الزد والبي كحول وحمض، دي متفقين عليها ان شاء الله. طيب طب مين اللي ممكن اعمل له هيدره؟ يعني بص فكر للحظات، الله يرضى عليك، مين اللي ممكن اعمل له هيدره يقوم مطلع لك كحول؟ يعني ممكن اعمل من اول مره يطلع لك، يعني بص اول مره عملت له هيدره تمام راح مطلع ماده واحده على طول، مفيش غير ان الالكين، يعني الايه ده الكين بالنسبه لك، هيروح مطلع لك كحول. مش انت الالكين تعمل له هيدره راح مديك كحول؟ طب ليه انا ما قلتش ان ده الكين اللي فوق اللي هو الاكس؟ يعني الاكس ما قلتش ان هو الكين، اصل بص انت عملت هيدره تمام، فالهيدره دي احتمال تطلع لك الدهيد تمام. ما انت الهيدره دي بتحصل لكام حاجه يا شباب؟ لحاجتين، للالكين والالكاين. فانت عندك اهو ركز معايا، لو خطوتين يبقى الكاين. يعني ازاي خطوتين؟ انت خطوتين، انت هنا بعد ما عملت هيدره وصلت للواي، والواي ده عملت له اكسده طلع لك زد، يبقى اذا الواي دوت الدهيد، والدهيد دوت اللهم صل على سيدنا محمد لو عملت له اكسده يطلع لك حمض. يبقى مبدئيا كده انا استشفيت ان الزد ده حمض. وهنا عشان خطوه واحده، خطوه واحده ما عملتش بعدها خطوه ثانيه. اصل مثلا مين اللي ممكن اعمل له هيدره يديك اقول لك ايه، يديك حمض مثلا؟ يعني مثلا وانت دلوقتي متحير، يا البي حمض يا كحول، يعني البي اللي قدامك دي يا حمض يا كحول، والزد يا حمض يا كحول، مين اللي ممكن اعمل له هيدره يروح مديني حمض على طول كده؟ مفيش غير مين؟ الالكين لو عملت له هيدره يديني كحول، لكن مفيش حاجه تعمل لها هيدره تديك حمض على طول كده. خلاص طيب يبقى مبدئيا كده ده سؤال ربط، ركز بقى. يبقى مبدئيا كده انا استشفيت ان البي ده كحول والزد مين؟ والزد حمض. تمام. يبقى لما نيجي نفعله مع بعض يبقى البي ده هو الكحول، الكحول اللي في قلب المركب ده اللي هو اسمه كحول ايثيلي سي 2 اتش 5 او اتش، يبقى البي ده كحول ايثيلي. طب الزد ده يبقى مين؟ الزد اللهم صل على سيدنا محمد هيبقى الحمض. حمض مين بقى؟ حمض الاسيتيك سي اتش 3 سي او او اتش، بس كده، لانه ايثانوات الايثايل او حمض الايثانويك بقى تمام. بس ما اسم العمليه الكيميائيه اللازمه للحصول على بي من واي؟ اسم العمليه الكيميائيه اللازمه للحصول على بي من واي. صلى على النبي بقى، ده هو بقى عايز يفسر لك بقى. انت عايز يخلينا نجيب كل المركبات. صراحه السؤال ده تقيل الصراحه، تقيل جدا كمان تمام. فبفكر معايا الله يرضى عليك، ركز معايا عشان نجيبه. اولا كده ده كحول، ده يا شباب ممكن يبقى ايثين، احنا قلنا خلاص اهو، ما طالما ده كحول ايثيلي، ده كحول ايثيلي تمام، ده ايثين تمام يا شباب، صلوا على النبي. وعندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد الاكس دوت هيبقى ايثاين تمام، والايثاين هيطلع لك ايثانال تمام، وبعد ما تعمل له اكسده يبقى ايثان ويك تمام. طيب هو عايز يحصل على ايه بقى؟ على بي من واي، يعني واي تديك بي. الواي ده اللي هو مين؟ الواي ده اللي هو الايثانال اهو، عايز بي، البي ده اللي هو مين؟ الكحول الايثيلي. عن طريق الاختزال، سهله ان شاء الله، ما احنا عارفين اهو الايثان اهو اسم العمليه الكيميائيه، بقول لك اسم العمليه الكيميائيه عمليه اختزال. عمليه ايه؟ اختزال. وبص بقى طالما انت عارف المعادله اكتبها. طب هي فين يا شباب؟ بص اهو، عرفت انا جبتها منين؟ ركز بقى، ركز قلت لك الحته بتاعت الايثاين لازم تيجي في الامتحان اهي، صلى على النبي، جايه كده ان شاء الله. هي بص بقى، انت عندك هنا اهو، شايفين انتوا الحته دي اهو، الحته دي اساسيه في الامتحان، الايثانال اهي، استالدايد اهو، بص
ايثانال تعمل له اكسده يروح مديك حمض اسيتيك. طب فين بقى اللي احنا عايزين نكتبها هي دي؟ تكتب الجزء ده ان الايثانال تعمل له ريدكشن يعني اختزال، راح مطلع لك كحول ايثيل اللي هو اسمه ايثانول. تمام يا شباب؟ يبقى دي موجوده في 235 في صفحه الكتاب الوافي. تمام؟ فتركز كده الله يرضى عليك، المفروض تكتب المعادله دي هنا، اي معادله في بالك اكتبها، اي معادله في بالك طالما سؤال مقالي اكتب. تمام؟ حتى لو مش عارف توزن، حتى بص اكتب كله ما توقفش. خلاص يا شباب صلوا على النبي. اخر معانا سؤال او السؤال الرابع او السؤال اللي قبل الاخير. تخير الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه كلها عباره عن ما ياتي: محلول اف اي سي ال 3 يعطي اللون البنفسجي مع مين؟ مفيش مكان ليها غير مين؟ غير الفينول، صح؟ فحمض انت عندك اقول لك اهو حمض السلسلك، حمض السلسلك فعلا في قلبه فينول، في قلبه. ما هو حمض السلسلك ده عامل كده، بص حلقه بنزين اهي، خلاص، وعندك سي او او اتش وراح مديك ايه؟ او اتش في قلبه كده، مش ده شكل حمض السلسلك؟ وعندك حمض الكربوليك يا شباب اهو، ده اصلا الفينول. هو بس شوف السؤال ده خبيث جدا وصعب صراحه، محتاج حد مذاكر كويس في العضويه. تمام؟ فينول. طب حمض الفيساليك رمزه كده سي او او اتش. تمام؟ عندك هنا رابطه سي او او اتش، خلاص، حلقه بنزين يعني حلقه بنزين عليها 2 سي او اتش، فبالتالي الاحماض مش هتنفع. ما هو اف سي ال 3 بيديك اللون البنفسجي مع مين؟ مع مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد، مع الفينولات. فانت بالتالي الف وب ومعا هي دي الاجابه الصحيحه. ماشي؟ يبقى الف وب معا ثم الاجابه الصحيحه. طب انا عرفت الكلام ده منين؟ ركز بقى معايا، ركز عشان السؤال دوت تقيل. ها، برضه محتاج حد رابط. بص هيوريك الكلمه دي فين، اللي هي بتاعت اللون البنفسجي دي. اولا حمض السلسلك اهوت موجود في اخر تفاعل في العضويه اللي قدامك اهو، حمض السلسلك اهو ماشي في قلبه او اتش قدامك اهي. احنا بقى عايزين نجيب مين؟ احنا عايزين نجيب الفينول، الدرس بتاع الفينولات. اين انت يا درس الفينولات؟ اين انت؟ اهو بص بقى، شوف الكشف عن الفينول، ركز، كشف عن ايه؟ عن الفينول. بص عند اضافه قطرات محلول اف سي ال 3 الى محلول فينول في الماء يتكون لون بنفسجي. فهمت الفكره؟ اللون بنفسجي قدامك اهو. ماشي يا شباب؟ تركز بقى في النقطه دي. وانت عندك ماء البروم اللي مع محلول فينول في الماء يتكون راسب ايه؟ راسب ابيض. يبقى اي ماده في قلبها الاو اتش اهي، مجموعه اللي هو حلقه بنزين في قلبها او اتش، هتديك نفس النتيجه اللي هي بتاعت اللون البنفسجي دي. خلاص؟ طيب المهم يحضر، صلى على النبي، قال لك بقى هنا يحضر كلوريد الحديد 2 من تفاعل الحديد مع مين بقى؟ عايز تحضر كلوريد الحديد 2 من تفاعل الحديد مع مين؟ غاز الكلور، الحديد مع غاز الكلور، الحديد مع غاز الكلور من الباب الاول دي كانت بتطلع لك اف اي سي ال 3، ما بتطلعلكش 2، فبالتالي ده غلط. حمض الهيدروكلوريك المخفف صح. ليه بقى؟ لان هي عباره عن اف اي بيتفاعل مع اتش سي ال. تمام؟ الاف بيحل محل الهيدروجين يطلع اف اي سي ال 2 بلس الاتش 2، وطبعا دي موجوده في الباب الاول ومش لازم ندور عليها يعني. هواء ثم الهيدروكلوريك المركز، لا ده الهواء دوت هيخليه مجناطيت. تمام؟ لو انت فعلته مع الهواء يعني راح مطلع لك مجناطيت، والمجناطيت لو فعلته مع حمض الهيدروكلوريك المركز يطلع لك اف اي سي ال 2 اف اي سي ال 3، مش هتعرف تفصلهم عن بعض، فبالتالي ما تنفعش. هي الاوضح بالنسبه لك حمض الهيدروكلوريك المخفف، جميع ما سبق دي غلط. تمام؟ صلى على النبي. هنا بقى نبدا نخش كهربائيه. خلاص؟ الجدول التالي يمثل جهود اختزال لعناصر مختلفه، فاي من هذه العناصر يمكن استخدامه كقطب مضحي؟ قطب مضحي يا شباب هو الانشط، هو الانود. تمام؟ بالنسبه للعنصر الاخر عايزين نستخدم انشط واحد فيهم. صلى على النبي. ده سؤال جاي كده بص من امتحان ثانويه عامه اهو، يعني ده كده سؤال جاي من امتحان ثانويه عامه. ماشي؟ بص بقى عندك هنا بقول لك ايه، انت طبعا ده جهود ايه؟ اختزال. طبعا احنا يا شباب ما بنرتبهمش جهود اختزال، فاحنا بنخليهم جهد ايه؟ جهد اكسده. وصلت؟ يعني ايه جهد اكسده؟ اغير اشاره بس كل واحد، يعني اخلي الرقم ده بدل ما سالب يبقى موجب 1.02، هنا موجب 2.3، ها سالب 1.02، ها موجب 0.12. وصلت. طيب نرتب بقى بالارقام. الرقم الاعلى ده انشط، يعني اهو مين اعلى؟ انشط واحد مين؟ انشط واحد البي عشان هو اعلى رقم اهو. تمام؟ ده ثم مين الرقم اللي بعده؟ ثم الاي اهو، بحط بعد كده الاي، ثم بعد كده مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا بي ثم ايه؟ ثم الدي ثم السي. ماشي؟ طيب
السؤال دوت موجود في كتاب الوافي شرح، متخيل اللي هو موجود في كتاب الوافي شرح بالنص كده. طب بص بقى، ركز ركز ركز. عندك هنا بقى هنستخدم دي بالنسبه لبي، يعني الدي ده اهو بالنسبه لبي مضحي؟ لا، صلى على النبي. البي بص بقى، علشان ديك القاعده الاساسيه، دوت انشط واحد، فده هو بالنسبه لدول كلهم هو مضحي. والاي بالنسبه للي تحته برضه مضحي، والدي بالنسبه للي تحته برضه مضحي. السي مش مضحي لحد. ماشي، وصلت ان شاء الله. يبقى تاني، يبقى دي بالنسبه للبي، يعني الدي بالنسبه للبي اللي فوق ده غلط. طب دي بالنسبه لايه؟ الدي بالنسبه للايه اللي هو فوق برضه ده غلط. ايه بالنسبه لسي، الايه اللي هو ده اهو بالنسبه لسي اللي تحت ده صح، صح فعلا اهو. الايه بالنسبه لسي صح، يبقى اذا هي دي الاجابه الصحيحه. تمام. طب الدي، السي بالنسبه للدي، السي بالنسبه للي فوق ده غلط. تمام، يبقى اذا ده غلط وده غلط، يبقى رقم ب هي الاجابه الصحيحه. ماشي يا شباب، صلوا على النبي. طيب كده احنا حليناه. رقم 4، للحصول على الإيثان من الجلوكوز. عايز تحصل على الإيثان من الجلوكوز، بسم الله الرحمن الرحيم كده. أول ما نسمع الجلوكوز أنت بص على آخر بص بقى اللهم صل على محمد. عشان تحصل على الإيثان بص على آخر، أنا قلت لك عشان ترتب الحاجات دي تمام، بص على آخر خطوة تمام، وبص على أول خطوة. آخر خطوة أول إيه؟ أول خطوة. مبدئيا كده يا شباب أنت هتبدأ بالجلوكوز تمام، يعني أنت عايز توصل من جلوكوز اهو اللي هو سي 6 اتش 12 او 6 تحول ايه سي 2 اتش 6. قلت لك ابدا من الاخر وبعد كده بص على الاول، او انت عايز تخلي الترتيبات مختلفه براحتك، يعني انت عايز تبص على الاول وبعد كده الاخر اول براحتك. المهم اللي يهمني دلوقتي ان انا هبص على دلوقتي انا عايز احصل على الايثان اللي هو ده تمام. الايثان ده، هل الايثان بص على اخر خطوه، فين اخر خطوه اهي؟ هدرجه، تخمر، هيدره، هدرجه. هل الإيثان ممكن يجي من التخمر؟ لا، ما خدناهاش. هل الإيثان ممكن يجي من الهيدرة الحبزية؟ لا، مفيش حاجة اسمها هيدرة حبزية تطلع لك إيثان تمام. هل ممكن يجي من هدرجة وهدرجة؟ شفت بقى، عشان هو عارف ان انت بتفضل تفكر بالطريقة دي. خبيث هو حتى في الاختيارات. فإذا رقم ألف صحيح ورقم د صحيح. تخمر شفت مظبوطة اهي. لا اللقطة بقى في اللي في النص، الهيدرة الحبزية والنزع الماء. ركز الله يرضى عليك. اولا كده التخمر يا شباب كان بيطلع كحول، يعني انت لما التخمر كان بيطلع كحول لو عملت نزع ماء، الكحول ما تعملوش هيدره، يعني الكحول وده برضه هتطلع الكحول ما تعملوش هيدره حفظيه. هيدره حفظيه يا اما الالكين يا اما الالقاين، احنا خدناه. طب نزع ماء لا، نزع ماء صح، تنزع ميه تروح مطلع لك الكين، والالكين تعمل له هدرجه يطلع لك الكان. تمام، يبقى اذا رقم د دي الاجابه الصحيحه. تمام ان شاء الله. يبقى اذا دوت هيطلع لك التخمر، يطلع لك كحول ايثيلي، كحول ايثيلي تعمل له نزع ماء يطلع لك ايثين، الايثين تعمل له هدرجه يطلع لك ايثان. تمام، صلى الله على النبي. قال لك هنا بقى الشكل البياني المعبر عن معدل التفاعل الكيميائي يمثل فيه مين على المحور الافقي ومين على المحور الراسي. يعني انت عايز معدل التفاعل ايه؟ معدل التفاعل الكيميائي. ايوه ماشي، بيان معبر عن معدل التفاعل الكيميائي. يعني انت عايز ترسم رسمه، يا السؤال ده بص محتاج حد فاهم جامد جدا. بص بقى السؤال ده معدل التفاعل اللي هو انت ترسم هنا وهنا كده، وانت عايز الرسمه الميل بتاعها يطلع لك معدل. طب هو المعدل يا شباب ده عباره عن ايه؟ معدل هتحط هنا معدل، يعني هو عايز من الرسمه معدل فتحط له هنا معدل وزمن. يا بص راجع موصل فيها المحور الافقي معدل، تحط معدل هنا في الافقي، حتى الافقي اللي هو هنا معدل. بص احنا هكتب لكم الرسومات كلها عشان برضه تبقى واضحه. بص معدل يعني بقول لك احنا في البدايه هنكتب افقي والثانيه هنكتب راسي، حتى برضه هو خبيث في الحته دي. بص كده اهو. طيب هنا اهو تمام، صلوا على النبي. هنا قال لك معدل، في اول اختيار انا هكتب الف ودي ب ودي ج ودي د. تمام، معدل وهنا زمن. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش عمري ما شفت الزمن اصلا على الراس. في حاجه اسمها زمن على الراسي؟ يعني الزمن كده في احتمال ان هو يزيد او يقل؟ صباح الفل. تمام، انت الزمن دايما بيتحط يا شباب على الافقي، يعني دي معروفه. مفيش حاجه اسمها زمن على الراس دي. تمام، فده غلط. طب هنا بقى بص هنا عندك هنا زمن
وتركيز، يعني انت تحط هنا زمن، شوف هو بعد كده غير اهو، زمن بص زمن هنا، زمن كده. طيب بعد كده حط لك تركيز كتله حجم، بص كتله تركيز، بعد كده ايه حجم الغاز المتصاعد. اولا كده يا شباب بص بقى صلى على النبي، كلمه الكتله دي تنفع ماشي، واللهم صل على سيدنا محمد، والحجم برضه ينفع والتركيز ينفع، بس طبقا للي احنا خدناه في المراجعه. ولكن هو دلوقتي بيكلمك شبه كتاب المدرسه، انت كان عباره عن معدل التفاعل بنعرفه منين؟ من التغير في تركيز مين؟ المتفاعلات، المواد المتفاعله سواء المتفاعلات او نواتج. فانت تفكر في التركيز، يبقى اذا هو التركيز على ايه؟ على الزمن، لان انت عارف الميل بيبقى عباره عن ايه؟ تركيز يا شباب وايه؟ وزمن، لان انت لما بتيجي تجيب السلوب اللي هو الميل بتقسم صادات على سينات، تمام؟ هنا هتقسم كتله على زمن، مش تديك ايه؟ معدل. هو المفروض تدينا معدل في مسائل معينه، والحجم مع الزمن برضو مش هتنفع. يبقى اذا رقم ج دي الاجابه الصح، هي دي الاساس لان هي شبه كتاب المدرسه. يبقى اذا رقم ج هي الصحيحه، تمام؟ فصلوا على النبي. طيب ركز معايا الله يرضى عليك. اولا كده المحلول الذي يكون تركيز ايونات الهيدروجين فيه يساوي بالرقم ده، يعني تركيز ايونات الهيدروجين اتش موجب اهو كده بيساوي 10 اس سالب 11 مول في اللتر، تمام؟ تكون قيمة البي او اتش، وعايز ايه؟ عايز البي او اتش مول، وقال لك مول لكل لتر، ماشي، اللي هو مولر يعني، مولر. طب عايز البي او اتش، سهلة ان شاء الله، واحدة واحدة. مش انت معاك دي 10 اس سالب 11؟ طيب تقدر من الاتش، بص دايما كده لما يديك اتش روح هات منها بي اتش، والبي اتش هات منها او اتش. طب لما يديك او اتش روح هات منها بي او اتش، وبي او اتش هات منها البي اتش، فاهم؟ دايما امشي الطريق كده عشان تلحق تلف. يعني الاتش هتروح جايب منها بي اتش، والبي اتش تروح جايب منها بي او اتش. طب لو مثلا هو اداك او اتش هتروح تجيب من البي او من الاو اتش بي او اتش، طب والبي او اتش تروح جايب منها بي اتش. خلاص ركز بقى، ازاي نجيب من الاتش بي اتش اهو، ازاي نجيب من الاتش بي اتش اهو، اعمل سالب لوغاريتم، مش عارف ان البي اتش اصلا بتساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين، صح؟ سهله، سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين ده اللي هو هتطلع بكام يعني؟ بص سالب لوغاريتم 10 اس سالب 11 هيطلع ب 11 اهو، حتى لو حسبتها على الاله سالب لوج 10 اس سالب 11 بتساوي كام؟ بتساوي 11 اهي، تمام؟ بعد كده انت عارف ان البي اتش زائد البي او اتش بتساوي، او البي اتش زائد البي او اتش بتساوي 14، تمام؟ البي اتش اصلا بكام؟ ب 11، فانت عايز عشان تجيب البي او اتش تطرح بتضرب باشاره مخالفه، يبقى البي او اتش هتساوي 3 بس كده، يبقى الاجابه 3. موضوع بسيط. طب ويا عم لو انت عايز نجيبها لك من صفحه القوانين، هتلاقي في صفحه القوانين كل القوانين دي موجوده في صفحه القوانين، كل القوانين دي موجوده في صفحه القوانين، بس الفكره انت تعرف تبتدي من انهي اتجاه، تمام؟ تابع السؤال الرابع، اذكر استخدام واحد لكل مما يلي. ثاني اكسيد التيتانيوم يا شباب طبعا ده موجود بقى، بيقول لك ايه؟ يستخدم في مستحضرات التجميل حمايه من اشعه الشمس لانها دقائق نانويه تمنع وصول اشعه فوق البنفسجيه للجلد. طبعا دي ممكن تجيبها من الباب الاول. الهيدرومتر قياس كثافه السوائل بطريقه مباشره. اكسيد الخرسين زد ان او بيستخدم في الدهانات، صح؟ اهو حتى موجود في الباب الاول برضه، عشان ايه؟ انا مش فاكر الصراحه الاستخدامات قوي، تمام؟ واحد الذاكره بعافيه شويتين. بص بقى موجوده في اول درس، خلاص تمام؟ عندك هنا الزد ان او اهو هنا، اين انت يا زد ان او؟ فين؟ فانديوم كده، هو قطع هنا ولا ايه؟ مش موجوده في الكتاب؟ مش موجوده ولا ايه؟ اهي الزد ان او، بص عندك هنا الزد ان او بيستخدم في الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل يا شباب. خلاص بيستخدم في دهانات ومستحضرات التجميل. عارف انت الميك اب بتاع البنات ده عباره عن دهانات اصلا، خلاص؟ فهمت لك كده قبل ما تروح تخطب يا باشا اتاكد تقول لها انت حاطه زد ان او ولا لا، تمام؟ تقول لك ايوه اكيد كلهم بيبقوا حاطين. المهم يعني يبقى ده اكسيد ايه؟ الخرسين. اذا علمت ان A و B و C ثلاث عناصر انتقاليه تقع في الدوره الرابعه، عنصر يتفاعل، بص بقى، ثلاث عناصر انتقاليه وتقع في الدوره الكام؟ الرابعه، اللي هو السلسله الانتقاليه الاولى. عنصر يتفاعل مع حمض النيتريك
ولا يتفاعل مع الهيدروكلوريك والكبريتيك. مين يا باشا؟ عارفينه ان هو النحاس، خدناه في المراجعه والله. تمام، قلنا ان هو كان حاله شاذه ان هو بيتفاعل مع مين؟ مع حمض النيتريك عشان كان بيأكسده. عنصر اقل كتله من العنصر الذي يسبقه واقل كتله من العنصر الذي يليه في الدوره. بص 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 بص, بص. كنت دايما اقولها كده، عنصر اقل كتله من العنصر الذي يسبقه. تمام، من العنصر الذي يسبقه واقل كتله من العنصر الذي يليه. يعني مين بقى دوت؟ النيكل هو الشاذ بتاعنا. كان فاكر انت تدريج الكتله الذريه كان بينزل كده اهو، ده اللي هو النيكل كان اقل من اللي قبله واقل من اللي بعده. يعني اقل عنصر من الذي يليه، بص اقل من اللي قبله واقل من اللي بعده، هو دروب كده، اقل من اللي قبله واقل من اللي بعده، مش كان شاذ. عنصر على درجه عاليه من النشاط الكيميائي ولكنه يقوم فعل العوامل الجويه دوت الكروم. عنصر يستخدم بقى، بص بقى بيبدا يسالك من المعلومات السابقه، عنصر يستخدم احد مركباته في الكشف عن سكر الجلوكوز. مين اللي بيستخدم؟ اللي هو الايه، اللي هو النحاس، صح؟ الايه، وتقول له كده ده محلول فيهلينج، محلول فيه، عنده محلول اسمه محلول فيهلينج اهو يا شباب اهو. يعني احنا لسه في نفس الصفحه اهو. محلول فيهلينج موجود فين؟ من ضمن مركبات النحاس اهو، اهم مركباته. تمام. طيب رتب الايونات الثنائيه التكافؤ لهذه العناصر حسب عزمها المغناطيسي. شفت سؤال تحفه ده، يقول لك رتب ايونات ثنائيه التكافؤ. يعني مثلا نحاس موجب 2 ونيكل موجب 2 وكروم موجب 2. طب والله سؤال حلو، يقول لك ايه بقى؟ تعال نوزع ده، نوزع يا شباب. نحاس الموجب 2 اهو، انت عندك النحاس موجب 2 كنا بنعمل ايه؟ كنا نقول ارجون كده 4s ثم 3d كده. النيكل موجب 2 ارجون كده 4s ثم 3d كده Cr موجب 2 ارجون 4s ثم 3d. تمام، انت كان عندك هنا بتوزع هنا 1 عشان كان شاذ في التوزيع، 1 و10 دوت طبعا كان 29 لازم محافظ الارقام، ده 28 ودوت 26 24. تمام، ده كان برضه شاذ في التوزيع، يعني ده 1 وده 5. خلي بالك الامتحان دوت تقيل صراحه في بعض الاسئله. موجب 2 يا شباب، 2 وكام؟ 2 و8. فاللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى، انت لما تيجي توقع 2 موجب 2 اهو، موجب 2 موجب 2، بنفقد يا شباب من اخر مستوى اللي هو الفور اس. الاول بنفقد واحد من هنا وادي واحد من هنا يفضل 9، نفقد واحد من هنا، 2 من هنا يفضل هنا 8 وماشي. وعندك انا افقد 2 اهو، قال لك افقد واحد من هنا وواحد من هنا يفضل هنا 4. طيب تعالى بقى نشوف العزم، نرسم الاوربيتالات بتاعت الدي. تمام، اوربيتالات الدي اهي كده، اوربيتالات الدي هنا اهي، ونعد عدد الالكترونات المفردة. بص بقى، عندك هنا التسعة نوزعها ازاي؟ 1 2 3 4 ادي 5 6 7 8 ادي 9. يبقى بفضل واحد مفرد، يبقى واحد ده واحد الكترون مفرد. تمام، هنا بقى 8 يبقى 2 الكترون مفرد اكيد، يعني 3 4 5 6 8 يبقى كده كام مفرد؟ 2 مفرد، 2 الكترون مفرد. طيب هنا 4 1 2 3 4 4 إلكترون 4 إلكترون مفرد أهو. يبقى إذا الترتيب الصح بيقول لك رتب حسب عزمها. يبقى إذا السي ار، أو معنى صح ممكن تقول له كده البي، يعني السي أكبر من البي، السي أكبر من البي أكبر من الإيه حسب العزم. بس كده أنت رتبتهم. ماشي يا شباب، صلوا على النبي. السؤال الخامس، صوب ما تحته خط في كل عبارة من عبارات الآتية. عند خلط حجمين متساويين محلولي هيدروكسيد الصوديوم NaOH وحمض الكبريتيك رمزه H2SO4. خلط حجمين متساويين، ماشي، تركيز كل منهما نص، يكون المحلول الناتج متعادل. فكر كده، صلى على النبي. السؤال ده او الفكرة دي مهمة جدا جدا جدا، وهوضحها لك بالتفاصيل بتاعتها. صلى على النبي. انا قلتها في المراجعه، وضحت، قلت لما يقول لك ايه، انت دلوقتي صلى على النبي، انت دلوقتي عشان يحصل تعادل لازم كميه الحمض تبقى قد كميه القاعده. تمام، الكميه بتتحسب ازاي؟ يا رب يفهمني. بص يا معلم، احنا قلنا الكميه كانت بتتحسب من تركيز في حجم على ان، يعني تركيز الحمض في حجم الحمض على عدد مولات الحمض. تمام، طيب، او تركيز القاعده في حجم القاعده على عدد مولات القاعده اللي هو الان دي، اللي هي ان. فانت بقى تقدر توظف الكميه دي للحمض والقاعده. طيب، وتحسب هنا وهنا. هو قال لك حجمين متساويين وتركيزهم نص، يعني الحجم متساوي، يعني بص الحجم ده اهو
ده هو كده متساوي، والتركيز متساوي، الحجم متساوي. ناقص مين يتساوى؟ عدد المولات، وده مش هيتساوي. ليه؟ لان انت دلوقتي لما تيجي توزن المعادله، بص يا باشا، عندك هيدروكسيد صوديوم رمزه ايه يا شباب؟ ان ايه او اتش. في قلبه كام او اتش؟ او اتش واحده. حمض الكبريتيك في قلبه يا شباب اتش 2 اس او 4. تمام. بص في قلبه هيدروجينتين. ركز انت دلوقتي، حجمنا متساوي، تركيزنا متساوي، لو الاو اتش ساوت الاتش احنا متعادلين. طب لو الاو اتش غلبت بقت اكتر من الاتش، احنا كده محلول قاعدي. طب لو الاتش غلبت الاو اتش يبقى كده حامضي. فاهم؟ يعني اللي يكسب هو اللي هيتحكم في نوع المحلول. يعني ايه؟ هنا في كام اتش يا شباب؟ اتشتين. هنا في كام اتش؟ او اتش، او اتش واحده. يعني انت عندك اتنين اتش وعندك او اتش واحده. اهو مين اكتر؟ الاتش، فبالتالي المحلول يبقى حامضي. محلول يبقى يا شباب، محلول يبقى حامضي. خلاص، يبقى اذا المحلول دوت يبقى حامضي مش متعادل. فركز في النقطه دي. طب ده سبحان الله حاططها لك حتى كمان محتاجه تتحل. يعني ده بصراحه حته رخمه الصراحه، ولكن لو حد فاهم هيجيبها في ثانيه، في ثانيه الصراحه. لانه ايه؟ حمض كبريتيك وهيدروكسيد صوديوم، مين اللي هيتحكم؟ حمض الكبريتيك. سهل. عند اختزال كيتون يتكون ايه بقى؟ الكيتون بيديك كحول ثالثي؟ لا، هو اصلا بيجي من كحول ثانوي، فبالتالي يطلع كحول ثانوي. تمام. طيب تترسب كاتيونات المجموعه التحليليه الاولى على هيئه هيدروكسيدات؟ لا، كلوريدات. تمام. اللي هي كان فيها بقى مين يا شباب؟ فيها الاي جي والبي بي والاتش جي. تمام. طيب في خليه دانيال العامل المؤكسد هو زد ان موجب 2. تعال نكتب التفاعل وافكرك. خليه دانيال زد ان كان بيحصل فيها يا شباب، كان بيحصل فيها زد ان بلس سي يو اس او 4. تمام. كان ايه اللي بيحصل؟ الزد ان كان بيحل محل السي يو، ماشي، يطلع الزد ان كان، اللهم صل على محمد. هفكرك بس بالتفاعل الكلي، مش لازم، لا ما كانش بيحصل، ده دي كانت خليه لوحدها. لا انا بس مع زرا نسيت. كان زد ان كان ومعاه سي يو موجب 2. تمام. كان ده زد ان اس 4، والتاني كان سي يو اس 4 برضه. المهم كان بيحصل زد ان بيتحول لزد ان موجب 2، وسي يو كان بيتحول لسي يو صلب عادي. طيب فكر هنا، ده كان بيحصل له ايه يا شباب؟ كان بيحصل له اكسده. والاخضر دوت كان بيحصل له ايه؟ يحصل له اختزال. اهو اختزال، وهنا ايه؟ اكسده. فانت حصل العام، هو بيقول لك ايه؟ عامل مؤكسد. العامل المؤكسد اللي حصل له اختزال، صح؟ يبقى اذا هو سي يو موجب 2. سي يو موجب 2. ماشي. انت لو بصيت اهو من سي موجب 2 وصل لصفر، حصل له اختزال. الالقايل هو الشق الناتج بعد نزع ذره الهيدروجين من الايثيلين. ايه ده؟ لما الالقايل هو الشق الناتج بعد نزع ذرة هيدروجين من الايثيلين، ده سؤال بص بقى محتاج دماغ يعني ايه جبارة والله بجد، مش كتير هيعرفوا. ليه بقى؟ بص بقى، الايثيلين ده رمزه يا شباب C2H4. طب لما تنزع ذرة هيدروجين منه، بص هيطلع C2H كام؟ H3 رابطة. خلاص، ما هو كده. مين ده بقى يا شباب؟ خلي بالك، تعالى نرسمه كده وافكرك. انا كنت بقول لك عليه في قلب الحصص نفسها، كنت ركزت عليه جدا. سي اتش سي اتش. بص عندك اهو سي وايه؟ بص كده تقول سي وسي، صح؟ كام اتش؟ اتشتين. اتش كده واتش كده، وادي اتش كده رابطه ايه يا عم، وادي اتش كده. طيب كده الكربونه ناقصها كام؟ الكربونه ناقصها، اللهم صل على سيدنا محمد، ايه؟ ناقصها رابطه. الكربونه دي ناقصها رابطه. يعني مثلا لو بصيت على الكربونه دي عملت 1 2 3 ناقصها رابطه، ودي برضو 1 2 3 ناقصها رابطه. فاذا ناقص لنا رابطه، يبقى نعمل رابطه باي هنا. مش فاكر انت الشكل ده كده؟ كنت بقول لكم الشكل ده وكده كان اسمه ايه؟ اسمه فاينايل. اسمه ايه؟ فاينايل. يبقى تركز تقول له كده القايل، لا اسمه الفاينايل. اسمه يا شباب الفاينايل او شق الفاينايل. اسمه الشق الفاينايل. قول له كده هو الشق الناتج بعد نزع ذره هيدروجين من الايثيلين. طب فين الفاينايل ده يا شباب؟ يا رب يفهموني، هجيبه لكم اهو. كان موجود في البوليمرات، وكان موجود في الهيدره الحفزيه. لمين؟ للايثاين. اللي احنا قلنا الخطوه دي هتيجي، الخطوه بتاعت الايثاين دي لازم يسال فيها. اهو تعالى كده، تعالى لي، تعالى اهو اهو. ثواني اهي.
بص بقى عندك، بص كده، بص 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 صلى على النبي. عندك هنا ايه ده؟ اسمه ايه يا شباب؟ اسمه كحول فاينايل، مركب غير سائل. بص بص كانت الاو اتش ايه كانت بتمثل الكحول. اللي يهمني بقى الجزء اللي باقي، الجزء اللي هنا، بص بص الحته دي كده اللي هي C2H3 رابطه، دي الفاينايل. تمام، عشان خاطري راجع المنطقه ده اهي، المنطقه دي مهمه جدا 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 جدا، قلت لك اهو. ماشي، صلى على النبي. طيب الزيوت والدهون، الزيوت والدهون بوليمرات، الزيوت والدهون بوليمرات طبيعيه للاحماض الامينيه. الزيوت والدهون بوليمرات طبيعيه للاحماض الامينيه. لا ده كان مين ده؟ ده حفظ الحته دي، دي البروتين، البروتينات، هي البروتينات دي، تعرف البروتينات. اكتب المصطلح العلمي لكل عباره من العبارات ايه التاليه. عمليه تحويل الهبتان العادي الى تبويض، دي اعاده تشكيل محفزه، سهل، اعاده تشكيل محفزه وموجوده في كتاب الوفي بالنص والمعادله نفسها. بوليمر ينتج من تكاثف حمض الترف سالك مع الايثيلين جلايكو، ده اسمه ايه بقى؟ نسيج الدكرون، نسيج الدكرون. ده اخر تفاعل في المنهج، ده اخر صفحه في المنهج يا شباب، الصفحه اللي قبل الاخيره يعني اهو. بالك، استنى ثواني اجيبها لكم برضو. تمام اهو، هتلاقيها كده في اخر الكتاب اهو. نسيج ايه؟ نسيج الدكرون حمض الترف سالك اهو، يطلع لك نسيج الدكرون ايثيلين اهو. ماشي، طبعا لو طلب من الناس تكتب المعادله دي، طبعا في ناس كتير مش تعرف، مش متعودين على نفس طريقه الكتابه اللي قدامك دي. تمام، المهم يعني انتوا احفظوه ان شاء الله، مش هجيب معادلته يعني. كميه الكهرباء اللازمه للفصل للكتله المكافئه الجراميه لاي ماده. الكتله المكافئه الجراميه ديت اللي هي الفراد، ده تعريف الفراد. خلاص، كميه الكهربيه اللازمه لفصل الكتله المكافئه. اصل انت بص صل على النبي، لو معاك الومنيوم مثلا، معاك الومنيوم وعندك هنا في 3 تنصاص مثلا ايه، الكترون والكترون والكترون، المنطقه دي مصاص التكافؤ، فالمنطقه دي تمثل الكتله المكافئه عشان هي بتفقد الكترون، فبالتالي هي محتاجه واحد فراد، وهو ده تعريف الفراد، سهله اهي. تمام، صلى على النبي. علل لما ياتي. ولا يتم اضافه الماء الى الالكينات الا في وجود وسط حامضي. ده سؤال موجود عندك اهوت في كتاب الوفي. بص بقى، تعالى اقول لك عشان الوسط الحامضي بيكسر الرابطه، رابطه باي. تمام، بيساعد في كسر الرابطه باي اهو. اجابه السؤال النموذجيه، لان انا مش هقدر اكتب النموذجيه بتاعته. بص بقى، ضم الماء، اضافه الماء، ثواني اهو. بص بقى هقول لك علل. بص، ده يتم اضافه الماء. بص السؤال هنا موجود اهو، اول سؤال في الهيدر، لو في وجود وسط ايه حامضي لتوفير ايونات الهيدروجين الموجبه اللازمه لكسر الرابطه باي، لان الماء الكترون ضعيف. يبقى احنا بنستخدم الحمض في انه يكسر الرابطه باي، بس كده. تمام، صلى على النبي. كده هتكتب الاجابه دي. لابد من اعاده شحن يا شباب، بيقول لك لابد من اعاده شحن المركم بعد فتره من تشغيله. تمام، اللي هو المركم ده اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو البطاريه بتاعت العربيه. ليه بقى لازم تشحنها كل فتره؟ لاعاده، بص كده البصمجه دي اللي هي السطر الصغير ده، لاعاده مكوناتها الى الحاله الاصليه. تمام، بس كده. تمام، عشان ترجعها لحالتها الاصليه تاني، عشان هي بطاريه بتتشحن، فهمت الفكره؟ جلفانيه ثانويه، تتاكل معظم المعادن الصناعيه عند اختلاطها بالشوائب. ليه بقى؟ بسبب تكون خليه جلفانيه موضعيه، بس كده، بسبب تكون خلايا جلفانيه موضعيه، بس كده. بيتكون خلايا جلفانيه موضعيه عند، او ممكن نقول عند خدشها، عند خدشها، فيتاكل المعدن الأكثر نشاطا، بس كده. ويعتبر قطب مضحي، ويعتبر قطب مضحي، بس كده. خلاص يا شباب، بس كده. والى هنا انتهينا الى هذا الامتحان. امتحان صراحه كان طويل، ولكن حاولنا نفسر فيه على قد ما نقدر. الامتحان صراحه مستواه بالنسبه لواحد مش مذاكر، او يعني مستواه مش حافظ، مش مذاكر من كتاب ثابت وبيقدر يربط المعلومات. وبصراحه العضويه، جزء العضويه صعب وتقيل شويه، لازم تركزوا يا شباب على العضويه وبس. لو حابين بقى تشتركوا معانا في المراجعه النهائيه هتكون كافيه ليكم باذن الله، وان شاء الله هنركز فيها على العضويه تركيز قوي جدا 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 باذن الله. واتمنى لكم دوام التوفيق، ما تنسونيش من الدعاء، ومع الف سلامه.